عسكري، ايه الدوشه اللي بره دي؟ شوفي ايه، احنا في اسم هنا ولا سوق؟ يا باشا في بنت بره بتقول واحد بيعاكسها وماسكاه ونازله فيه ضرب، والراجل متبهدل خالص يا عيني. دخلها ما نشوف حكايتها ايه دي، ما هو يوم باين من اوله، مهنه تشل. بعد ما دخلوا، ايه ده؟ ايه اللي خرشمه كده؟ يالا في ايه؟ عملت ايه عشان تعمل في كده؟ الله يخرب بيتك يا باشا. البت دي هي اللي عملت فيا كده، دي مفتريه يا بيه، انا ما عملتش حاجه. ما تقولش بنتي ياض، ده عاكسني على فكره. عاكستني ولا لا؟ ولا انا ببلع عليك؟ حصل ولا ما حصلش؟ كانت ساعه سودا ومنيله، يا ريتني ما شفت خلقتك دي خالص، ولا كنت اتجننت وقربت منك. اهو اعترف اهو، انا عايزه حقي يا حكومه، البلد دي فيها قانون. اخرسوا انتوا الاتنين. اسمك ايه يالا؟ ومش عايز حد يتكلم غير ما اقول. احمد عبد الله حسن يا باشا، والله العظيم ما عملتلاش اي حاجه، دي مفتريه يا بيه. وانت يا نسا اسمك ايه؟ اسمي زينه سالم، وعايزه حقي منه. ما الشرطه في خدمه الشعب، وانا الشعب يا بيه، وعايزه حقي. طب ايه اللي حصل بقى؟ احكي لي كده بالراحه عشان افهم بقى في اليوم المنيل ده. اللي حصل يا بيه وانا خارجه من الشغل، فلاش باك. زينه كانت خلصت شغل وهي ماشيه لوحدها في الشارع، بس جه عليها شاب كان ماشي وراها. اوبا، القمر ماله مكشر كده ليه؟ هو في قمر يكشر كده برضو؟ الدنيا حصل فيها يا ناس. اللهم طولك يا روح، بدأنا بقى شغل المعاكسات والقرف. الله، في ايه بس يا عسل؟ هو ايه الجمال ده؟ هو في كده يا ناس؟ طب هاتي رقم بابا، ده انا غرضي شريف يا جميل. شريف ده يبقى جوز خالتك، ماشي يا روح ماما. ده انت نهار اهلك مش فايت النهارده، صبرك عليا بس. وهوبا اديله، ورفعت الشنطه على دماغه ومسكته من هدومه. عارف يا روح مامي، لو ما مشيتش من قدامي استعادي، عارف انا هعمل فيك ياض؟ ايه ده؟ لا مش عارف، وجعتيني على فكره. وبعدين هتعملي ايه يعني؟ هتعرفي تعملي حاجه يا قمرتي؟ انا اعرفك هعمل ايه معاك، انت اللي طلبت تشوف، يبقى استلقى وعدك بقى. نرجع فلاش باك. بس كده يا باشا، هو اللي عكسني فضربته، عيل غتت ورخم. ده اللي حصل يالا؟ يعني انت عكستها؟ ما انت تستاهل فعلا الضرب اللي حصل لك. حصل، بس والله كنت عايزه اختبرها عشان اتجوزها، بس كان يوم اسود. مين قالك ان عشان اتجوز يبقى لازم تختبرني فتعكسني؟ هو ده النظام الجديد يعني؟ خلاص يا نسا كفايه. تحبي تكملي محضر ولا كفايه اللي اخده؟ لا خلاص هتنازل، مفيش لزوم يعني المحضر، طالما يعني كان غرضه شريف. هتيجي بقى تقابل اهلي امتى؟ قابل مين؟ مستحيل، ده انت مفتريه وهويه قوي. انا مش قدك يا ست انت. انا همشي يا باشا. ها تعالي امضي يا نسا، وانت تعالى امضي الاول قبل ما تمشي. اخلص. زينة قربت عشان تمضي، بس بصت على الظابط وصرحت فيه. يا نسا انت، يا نسا ايه انت نمتي ولا ايه؟ ده اليوم ده يا ربي. ها هو انت اسمك ايه؟ وعندك كام سنه؟ وساكن فين؟ مكتوب على المكتب نبيل. اسمك جميل قوي يا نبيل. ليه بقى؟ هتفتح لي محضر انا كمان ولا ايه؟ عادي يا باشا، مش انت سالتني انا اسمي ايه؟ لازم انا كمان اسالك، يعني انت تسال وانا لا؟ عموما ماشي. انا 28 سنه. في حاجه تاني؟ في. متجوز ولا خاطب ولا مرتبط؟ في حاجه من الكلام ده يعني؟ حد متكلم عليك قصدي يا باشا؟ لا ما فيش حاجه من دي، وكفايه بقى اسئله ولا ايه؟ وايه كمان؟ هو ايه الموضوع؟ انت بتشقطي ظابط علني كده؟ ايه ده؟ ايه الهبل ده؟ غور من هنا يالا، ما اشوفش وشك تاني والا بقى احبسك. وانت يا انسه؟ اسمي زينه وعندي 22 سنه، ساكنه في شبرا، وحيده امي وابويا، مش متجوزه، مش مرتبطه. ده انا وانا بفتح المحضر ما قلتليش كده. عموما لو حصل حاجه تاني ابقي بلغيني. تمام 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 يا باشا يا قمر انت. تمام. ايه البت دي يا لهوي؟ خرجت زينه وراحت البيت وهي بتفكر في نبيل. السلام عليكم اهل الدار، اجمل بابا، احلى ماما، مالكم قاعدين كده ليه؟ اتاخرتي ليه يا بنتي؟ قلقتيني عليكي، بقالي ساعه قلبي هيقف. حقك عليا يا قمر، مش هتاخر تاني، هبقى احكي لكم حصل ايه، بس بعد ما اكل، انا جعانه يا ناس. طب ادخلي غيري هدومك يا بكاشه على ما مامتك تحضر الغدا. كده يا ماما برضو عملتي غدا؟ ليه ما استنيتش انا اللي اعمل؟ بس الحق عليا، انا اللي اتاخرت عليكي. هتاكلي من ايد ماما النهارده، ما انتي بتتعبي قوي يا بنتي، بتخرجي من الشغل وتيجي تعملي الاكل. ربنا يحفظك ويبارك فيك يا امي، بس انا مش بتعب ولا حاجه، انا ببقى فرحانه جدا وانتوا بتاكلوا من ايدي. يلا هخش اغير بقى. ودخلت الاوضه وتليفونها رن. الو، ايوه يا مريم قلبي وحبي يا ناس، صديقه الطفوله والشباب والشيخوخه. ما عشان كده ما سالتش فيا انت يا بنت نادله. اسكتي يا مريم على اللي حصل لي. على اللي حصل، قابلت القمر النهارده، حاجه كده زي بتوع السيما والروايات بالظبط، ظابط قمر. وايه كمان يا رومانسيه؟ من امتى يا بنت وانت بتوعي على بوزك كده؟ قمر قوي يا مريم، يا لهوي، حبيته من اول نظره. قمر وكفايه انه ظابط. وهتعملي ايه يا مصيبه؟ هتفضلي تسرحي كده كتير ولا ايه؟ ما هو اي ظابط وشفتيه زي اي حد يعني.
لا ده مش زي اي حد خالص، ده مز قوي ومش هسيبه، ده حبي خلاص وقرة عيني وزوجي المستقبلي، مستحيل اسيبه. يا لهوي، هو لحق يبقى قرة عينك وزوجك كمان؟ الله يخرب بيتك، اقل يا بنت شويه. اقل ده ايه؟ انا مش هسيبه غير وهو جوزي، خلاص انا قررت لا يمكن. وفعلا تاني يوم راحت وقفت قدام القسم عشان تشوف نبيل وهو دخل القسم. هي دي مواعيد الظباط؟ كل ده تأخير؟ الظباط لازم يبقوا مظبوطين في مواعيدهم، مش هينفع كده. يا ظابط انا بكلمك انت. ايوه نعم، عايزه ايه تاني؟ حد عكسك ولا حصل ايه؟ واقفه زي عسكري مرور كده ليه؟ ايه ده؟ مش تقول اول صباح الخير ولا تعالي افطري ولا اي حاجه كده، ولا تجيب لي كوبايه عصير ولا؟ اسكتي. ايه تفطري ايه يا بنتي؟ انت فاضيه؟ احنا نتصاحب ولا ايه؟ عايزه اخلصي؟ لا والله مش فاضيه، بس يعني حبيت اصطبح بحاجه حلوه الصبح. اصل الواحد لازم يشوف حاجه حلوه تفتح النفس قبل ما يروح يعني يشوف المدير ابو كرش ويقفل نفسي. يعني جايه تعكسيني؟ تمام، اعمل لك محضر معاكسه وندخل نشوف الموضوع ده. ها؟ لا وعلى ايه؟ هروح اشتغل بنفسي بقى، ده الواحد نفسه اتفتحت قوي على الشغل. طب يلا يا حلو على شغلك، وياك اشوفك جنب الاسم تاني احسن احبسك، فاهمه؟ ما وعدكش، ده انت هتشوفني كتير قوي. سلام يا قمر. ايه ده؟ ايه البت الابله دي على الصبح؟ ايوه هو يوم باين من اوله، دي بتعكسني، دي متخلفه. بنت يا مريم، الظابط ده هيجنني، ده تقيل قوي يخرب بيته. هو انت اصلا ناقصه جنان؟ ما تعقليها في ريال بدل ما انت ساكته كده يا اختي. في ريال تبقى صديقتهم؟ يا زينه يا حبيبتي كده غلط، ما ينفعش البنت هي اللي تجري ورا الشاب، وكمان لازم تغضي بصر لما تشوفيه. بقول لك يا فوفا يا اختي بلاش عقد بقى، ده حاجه كده مز كده، يا لهوي يخرب بيت جمال امه. ولا شخصيته جد كده، يا لهوي يا ناس. بنت يا مريم هتساعديني ولا لا؟ انا عارفه ان في ريال مش هتساعدني في اي حاجه. امر الله. حاضر يا مصيبه، هتعملي المره دي؟ هعمل ايه؟ هتعملي ايه يا بنتي يا زوزو؟ بس لقيتها هتحبس، هدخل السجن عشان خاطره. الاتنين تنحوا بصدمه، مش مصدقين اللي هي بتقوله، وفي اسم الشرطه. يا ابني هتعترف وتقول كل حاجه ولا راجع بيتصرف؟ انا زهقت منك. والله يا بيه انا بريء، دي مراتي دي مفتريه، دي جننتنا يا بيه. طب براحه كده، قتلتها ليه وانتم متجوزين بقالكم 20 سنه؟ ما هو ده بقى اللي بيقولوا عليه بعد الصبر خير، انا صبرت عليها وربنا جزاني خير بقى. خير ايه يا ابني؟ انت قتلتها؟ هو انت طلعتها تعمل عمره؟ الله يخرب بيتك يا بيدي. وليا نكد كل يوم الصبح تنكد عليا وانا اصبر واقول خير. كل شويه هات فلوس، هات اكل، هات شرب، عايزه هدوم ليا، الخزين بتاع البيت خلص، عايزين لحمه، نفسنا في السمك. كنت جاي بقى في يوم هلكان ومش طايق نفسي، لسه بغير هدومي لقيتها بتقول لي رمضان كريم يا ابو احمد. قلت لها الله اكرم يا ام احمد. قالت بقول لك ايه يا اخويا، مش هتجيب لي بقى فانوس زي ام حسين جارتنا؟ قلت لها طب دي وليا هبله نعمل زيها، انت عاقله. قال لي طب انا عايزه بقى ايه؟ مش رمضان، وعايزه فراخ لرمضان ولحمه مفرومه وجلاش، وعايزه هدوم العيد للعيال. الدم بقى يا باشا جري في عروقي كده، وما حسيتش بنفسي غير وانا مطير رقبتها. فاكراني فانوس علاء الدين؟ طب تطلب بالراحه تمهد لي، مش كده يا باشا. نبيل كان مصدوم ومش مصدق اللي بيسمعه. ها؟ ايه لهوي على الجوازه اللي بيجوزوه. يا عسكري خده على الحبس، وبكره بقى يترحل على النيابه. وفجاه سمع صوت مريم: الحقوني يا حكومه، سرقتني، نبهتني، عايزه حقي يا حكومه. ايه الدوشه دي؟ في ايه يا نسا؟ بالراحه احكي لي ايه اللي حصل. صاحبتي سرقتني، دي نهبتني، خانت العشره والصحوبيه يا بيه. واسمها ايه صاحبتك دي؟ وساكنه فين؟ واحنا نجيبها لحد هنا. اسمها يا باشا زينة سالم حسن، وساكنه في شبرا. ايه ده؟ انا سمعت الاسم ده فين؟ طب تمام يا عسكري، خد العنوان من انسه مظبوط وروح هات المتهمه. لا لا لا، ما تتعبش العسكري، هي جايه معايا بره اهي، جبت لك عشان ما تتعبش نفسك. نعم، ده اللي هو ازاي يعني؟ طب تمام، دخل زينة سالم بره يا عسكري اما نشوف الحكايه. يا مفتريه، انا سرقتك، خسرت الصحوبيه فيكي. يا لهوي، ده اللي جابها هنا تاني؟ هو انت الله يخرب بيتي حاجه، ايه اللي جابك تاني؟ انت ايه ما بتحرميش؟ وحشتك صح؟ اعترف ان انا وحشتك، اصل انا مش بتنسي. يا شيخه وحشك قطر، هحبسك المره دي بقى. بتسرقي صاحبتك يا حراميه؟ واسرق المحافظه كلها عشان اشوفك يا جميل. يا قمر انت الا قول لي يا بلبل، هي دي عيونك ولا عدسات لاصقه؟ لاصقه وبلبل في نفس الجمله؟ بلبل اصلا في عينك. اسمي الباشا نبيل يا زفته، وعيوني يا اختي. طب والعضلات دي طبيعي ولا ابر ولا نفخ والشغل ده؟ اصل انا عارفه الشغل ده يا نبيل. تحبي بقى اوريكي دي نفخه ولا بجد، واخلي وشك مكان قفاكي؟ لا قلبك طيب يا باشا، هو انا قدك ولا حاجه؟ ها يا نسا، نفتح بقى محضر ولا ايه؟ في اليوم ده مريم بصت لزينه
زينة هزت راسها بلا. لا المسامح كريم بقى ملوش لازمة، أنا سامحتها خلاص، دي حتى يعني كانت صاحبتي. إلا قول لي يا موز يا قمر، أنت ليه مرتبطش لحد دلوقتي؟ تكونش معقد ولا في واحدة سابتك بقى وكرهت البنات كلهم؟ قول ما تكسفش. اللهم طولك يا روح يا بنتي، تهدي، الله يخرب بيت عقلك. سلمت عقلك يا جميل. ايه يا اخوانا الظباط دول، تحسوهم كده كانوا بياكلوا وهم صغيرين قشطه باللبن؟ يا لهوي على الجمال. بطلي نغمه دي بقى وامشي احسن اخليكي تغني على الحق. عايزني اغني عادي، استنى اسمعك. يا حبيبي ازيك وازاي حبيبتك، يا ترى حبيتك زي ما حبيتك انا. يا شيختك انا صوتك زي المعزه، هتمشي ولا نادي رجب؟ يا رجب حوس صاحبك عني، رجب هاتلي رجب، انا عايزه رجب، يا رجب. ورجب فعلا جه، كان ضخم جدا وطويل قوي وبشنبات. يا امي ايه ده؟ سلام من قول من رب رحيم. مين ده؟ انصرف، ده انسان ده ولا ايه؟ لو ما مشتيش هخليه يفسحك ويدخلك الحبس. لا يا باشا، انا هتفسح لوحدي. سلام عليكم، هاتي ايدك يا بنت يا مريم. تعالي حبيبتي، ازيك وازاي حبيبك؟ ها مجنونه، يخرب بيت دماغك، ده انت دماغك يا عيني طايره خالص. وبعد ما خرجوا كده ارتحتي؟ طاعتك اهو في جنانك ودخلنا القسم. عارفه لو ابوكي عارف هيعمل فيكي ايه؟ ايوه انا ارتحت بقى، القمر ده هيبقى قرة عيني انا. ياني، وبعدين ابويا هيعرف منين؟ اوعي تكوني هتفتني عليا يا بنت يا مريم. ربنا يكملك بعقلك. هتعملي ايه دلوقتي يا مصيبه؟ هروح بقى اخطبه من اهله وادخل البيت من بابه، دي الاصول. اصبري بس عليا. نبيل انتهى من الورديه بتاعته في القسم وروح بيته مكون من امه نرمين هانم، وابوه اللي هو السابق اللي اسمه عبد الرحيم، واخ اصغر منه اسمه محمد في كليه الشرطه. جرس الباب رن، نرمين راحت فتحت الباب ولقيت زينه المجنونه على الباب. ايه ده؟ انت مين يا حبيبتي وعايزه مين؟ طب مش الاول تدخليني وتعزميني على عصير مانجا ولا حاجه؟ طبعا اتفضلي، تعالي يا حبيبتي ادخلي، اقعدي هنا. مش تعرفيني بقى بنفسك؟ بصراحه كده بقى، انا اسمي زينه، عندي 22 سنه، كليه تجاره انجلش، وبشتغل وبساعد بابا جنب الكليه يعني، وجايه بقى عشان اطلب ايد ابنك نبيل بلبل حبيبي. نبيل دخل من بره. ايه ده؟ انت اللي جايبك هنا يا بنت؟ انت هو انا اروح الشغل الاقيكي واروح البيت الاقيكي؟ انا خايفه ادخل الحمام الاقيكي طالعه من الحوض. يا لهوي القمر جه، انت جيت يا كرة عيني، وحشتني قوي شويه دول. شايفه يا حماتي ابنك بيقول ايه؟ بقى يكلم مراته المستقبليه كده. مرات مين يا بنتي؟ هو رمي بلا وخلاص؟ الله يخرب بيتك وبيت اليوم اللي شفتك فيه. رمي بلا كده بعد الوعود الكتشيره اللي انت وعدتها لي. بس يا حبيبتي بس يا نبيل، ايه ده؟ في ايه؟ اهدي يا بنتي، عمل ايه الواد ده؟ ده انا هوريك يا نبيل الكلب. يا لهوي انا كلب؟ شفت عملت فيا ايه؟ ايوه اتغرغر بيا ووعدني وعد كتيره قوي وخلبيه. ايه انا عملت كده يا بنت؟ انت هتجيبي لي مصيبه ولا ايه؟ تقدر تنكر؟ وابنك اللي في بطني ده هتتخلى عنه يا بلبل. ونبيل مسك ايديها. بنت انت بطلي رمي بلاكي عليا، احسن اوديك في 60 داهيه واحبسك. تعالي بقى نجري قدامي. نبيل شدها من ايديها، رماها بره البيت وقفل الباب. ليه كده يا ابني؟ البنت باين عليها بتحبك، واللي زي دي تلقائيه كده صعب تلاقيها. انا عارفه انها كانت بتهزر. بعد اذنك يا امي، مش عايز كلام في الموضوع ده من فضلك. ملعون ابو الحب اللي يهني كده، الا كرامتي. وروحت جري على البيت ودموعها على خدها. ايه ده؟ مالك يا بنتي يا حبيبتي؟ في ايه؟ بتعيطي كده ليه؟ وزعلانه كده ليه؟ مفيش حاجه، تعبانه بس شويه، سيبيني ارتاح يا امي شويه. لا مش شكل تعب ده. مالك يا بنتي احكي لي من فضلك يا امي، بلاش كلام دلوقتي، انا مش حابه اتكلم. خرجت امها من الاوضه ورنت على فريال وكمان مريم عشان يجي يشوفوا مالها، وفعلا جم دخلوا عليها لقوا منهاره من العياط. مالك بس يا زينه؟ حصل ايه؟ بتعيطي ليه وعامله في نفسك كده ليه؟ زينه حكيت لهم كل حاجه. بصراحه تستاهلي يا زينه، حد يعمل كده برضو؟ انا نصحتك وقلتلك. لو سمحتوا بقى، مش عايزه حد يتكلم معايا، سيبوني لوحدي من فضلكم، انا هبقى كويسه. مريم وفريال خرجوا بره. وبعدين يا مريم هنسيبها كده يعني؟ دي منهاره خالص، لازم نتصرف. لا مش هنسيبها، ولازم نبيل ده يحس على دمه ويعرف انها بتحبه. وراحوا له القسم. اولا احنا اسفين على اللي زينه عملته، ثانيا عايزاك تعرف انها بتحبك جدا، وزينه والله محترمه وكويسه بس مجنونه شويه بس؟ دي شويتين 3، دي لاسعه خالص، دي بتقولي ابنك اللي في بطني عايزه تجيب لي مصيبه. معلش مجنونه، بس هي منهاره في البيت ومش عايزه تقابل حد ولا تشوف حد خالص.
طب تمام، اوعدكم ان انا اتصرف واشوف اعمل معاه ايه. انا اسف، ما كنتش اقصد يحصل كل ده. لا حضرتك مالكش ذنب، بس هي اللي حبتك وهي طيبه والله. المهم نستأذن احنا بقى، سلام عليكم. في الوقت ده كان قاعد حاتم صاحبه وساكت ومتنح وباصص على فريال طول ما هي بتتكلم. وبعد ما مشيوا: نبيل انا عايزه اتجوز يا نبيل، ماليش دعوه. البنت اللي كانت بتتكلم دي خطفت قلبي من اول نظره كده، حبيتها. هي لحقت يا عم تخطف قلبك وتتجوز كده على طول؟ ايه ده يا ابني، شويه اعرفها الاول. لا يا عم، انا ليا نظره في بنات، البنت دي مفيش منها. انا عارف دي مؤدبه، جوزها لي يا نبيل. ايه يا عم في ايه؟ انت محسنين ان انت ابن اختي؟ الله يخرب بيتك، خلاص هنروح ونتقدم ولا تزعل نفسك. تاني يوم نبيل حدد ميعاد مع ابو فريال عشان يتقدموا، وتمت الرؤيه الشرعيه واتفقوا على الخطوبه. بعد تجهيزات الخطوبه يوم الخطوبه مريم وزينه كانوا واقفين مع فريال في خطوبتها، كل واحده لابسه اجمل فستان مخليها زي القمر. وطبعا نبيل هيحضر فرح صاحبه. الفتره دي زينه لا كلمت نبيل ولا حتى شافته. نبيل بقى كان مفتقدها جدا ووحشته بجد، وما صدق انه شافها في الخطوبه. قرب منها: انا عايزه اتجوزك بصراحه، يعني وحشتيني جدا واكتشفت ان انا بحبك. ايه؟ قلت ايه؟ لا انا مش موافقه يا حضره الضابط، طلبك مرفوض. يعني ايه مش موافقه؟ اصلا مش بمزاجك، دي عافيه على فكره. وجي واحد عليهم: تسمحي لي بالرقصه دي يا انسه، لاني حابب اتعرف عليكي. اه طبعا اسمح لك، بعد اذنك حضره الضابط. هي ما بترقصش يا حبيبي وما تتعرفش، لانها اصلا خطيبتي. الشاب اتصدم ومشي وهو محرج. ايه اللي انت بتعمله ده؟ انت مش خطيبي ولا اي حاجه، ليه بتكذب؟ ما بكدبش على فكره، عشان انت هتبقي خطيبتي وقريب جدا. هاجي امتى بقى لعم الحاج؟ عمك الحاج مين ده؟ بتتكلم على ايه؟ انا مش هتجوزك، مش بالعافيه هو. زينه ما تختبريش صبري وهتجوزك عافيه، فاهمه؟ يلا عشان اروحك. روحوا بعربيه نبيل، وطول الطريق بيبص لها بس وبيضحك. الله، هو بقى عامل كده ليه؟ شكله جنن ولا ايه؟ وصلنا خلاص، بلغي بابا بقى ان انا اجي بكره عشان اتقدم لك يا قمر، وبلغيه بقى بموافقتك. مش عايز كلام وحركات عيال، لو عملتي اي حركه كده ولا كده انت حره، ما تلوميش غير نفسك. زينه نزلت جري من غير ما ترد عليه، وكانت مصدومه وهو ضحك ومشي. تاني يوم مريم كانت واقفه مع زينه عشان تجهزها. انا هوريه، انت دي مش سهله خالص، لازم اعلمه الادب الاول. يا لهوي، هتعملي يا مجنونه؟ ما هو جه يتجوزك اهو، ما انت اصلا المهزقه، راح تخطبيه هبله. اهو اللي حصل بقى، ما كنتش عارفه بعمل ايه اصلا، قلبي اللي كان بيحركني. طب البسي بقى حاجه حلوه وعقلي شويه. زينه لبست وحطت ميك اب وكانت زي القمر. زينه دخلت على غرفه الضيوف وجهزت كل حاجه وخرجت. نبيل وصل وابوها دخلوا غرفه الصالون وقعدوا. يا عمي انا طالب ايد الانسه زينه، وهي عارفاني كويس واتعاملت معايا واتعاملت معاها اكتر من مره. انا واثق من بنتي وحكيت لي كل حاجه وعاقبتها على اللي عملته، بس في نفس الوقت بنتي مش بتعمل حاجه غلط من ورايا. طب قلت ايه يا عمي؟ انا والله حبيتها وهساعدها، مش هزعلها. والد زينه وافق، واتفقوا ان هيجيبوا الشبكه تاني يوم. وبعدها على طول كتبوا كتاب. روح نبيل البيت وكان فرحان جدا، ونفس الشيء زينه. تاني يوم راح نبيل وامه وابوه ومحمد اخوه، وزينه ومريم وامها. وابوه ما قدرش يروح لانه تعبان. نبيل وقف عند بتاع الدهب وزينه اختارت الدهب. وبعد يوم طويل الاهل روحوا، ونبيل قرر يفسح زينه شويه، ومحمد اخوه شبت فيهم وراح معاهم، ومريم كمان. وصلوا مطعم فخم وزينه قاعده مكسوفه. ما تيجي يا نسا مريم نروح نشوف الاكل ونطلب حاجه يعني. قاموا سابوهم لوحدهم. ما كنتش عارف ان انتي بتكسفي كده، شكلك يجنن وانتي مكسوفه كده. ليه، مش بنت ولا ايه؟ انا بتكسف عادي زي اي بنت يعني في الدنيا، بس بنت زي القمر وكمان مجنونه وجننتني معاها. زينه وشها احمر من كتر الكسوف وسكتت. وبعد شويه جه محمد ومريم. نبيل بيمسك ايد زينه. مش عارف لو ما كنتش لقيتك كنت هعمل ايه في حياتي. عادي يعني، هتعمل ايه يعني لو ما لقيتنيش؟ حياتك كانت هتمشي بهدوء. مش عارف كنت هلاقي اقبل منك فين، مفيش اصلا منك اتنين. اهو انت بقى اللي اقبل ومجنون كمان. ايه اللي خلاني احب واحد زي ده يا ربي؟ بحبك قوي وبموت فيكي، ما كنتش اعرف ان الحب لذيذ كده. عيب بقى يا باشا، انت ظابط، عيب كده. عشان ظابط محبكيش يعني ولا ايه؟ ده اجمل حاجه في الدنيا الحب. لا بس يعني كنت مكشر وجد وبتزهق وكده يعني. ده انت علمتيني الهبل على اصوله وخليتيني حياتي كلها بقت هزار. ايه يا باشا، مش كفايه حب ولا ايه؟ ايه زفت انت؟ الله، انت مالك؟ بكره بقى تخطب وتحب انت كمان. مش هنمشي ولا ايه زينه؟ كفايه كده. وفعلا قاموا مشوا. نبيل وصلهم وروح وناموا بدون اي احداث. بعدها ب3 ايام نبيل في القسم.
هابت ليه عورتي جوزك؟ في واحده تعور جوزها؟ يا باشا واقفه في المطبخ لا بيا ولا عليا، دخل عليا طخن لي صوته كده يا باشا، قال لي اعملي لي شاي يا فاطمه. عملت الشاي شويه، فاطمه اعملي قهوه يا فاطمه، وبعدها فاطمه نسكافيه يا فاطمه. شويه ودخل تاني ويطخن لي صوته كده ويقول لي ايه، بقول لك ايه يا فاطمه انا جعت قوي. قلت له يا راجل مش لسه واكل؟ قال لي جعت، اعمل لك ايه يعني ما جوعش؟ قلت له لا جوع، اتفضل الاكل اهو كل. شويه وقال لي فاطمه تعالي نضفي مكان الاكل يا فاطمه ده. كل شويه بيه فاطمه فاطمه ويطخن لي في صوته لحد ما خلاص هنفجر. دخلت بقى لسه بريح شويه بعد ما خلصت اكل وكل طلباته، لقيته بيصحيني وبيطخن لي صوته تاني وبيقول لي فاطمه انت يا ستي قومي شيل الهرجله دي. خرجت بقى يا بيه لقيته مقشر لب وسوداني، الدم غلي في نافوخي، فتحت نافوخه هو كمان، ما هو مش هيبقى لوحدي، نزلت عليه بقى بايد المقاشه، فشيت غلي يا بيه بس كنت فرحانه قوي. ايه لا يستاهل قوي. يا عسكري تعال خدها وديها الحجز. وزينة راحت لنبيل القسم. ايه يا حبيبتي جايه ليه؟ حصل حاجه ولا ايه؟ انت كويسه؟ جايه اتفرج عليك وانت بتشتغل واتفرج على الحراميه والمتهمين. حبيبتي هو سينما ولا ايه عشان تتفرجي؟ ده شغل يا حبيبتي شغل. ماليش دعوه، عايزه اتفرج عليك وانت شغال. طب اقعدي ساكته مفهوم؟ ولا كانك قاعده، ما اسمعش صوتك يا زينه، ولا تعملي حركه كده ولا كده. زينة بتشاور على بقها على انها تسكت. دخل عليه 2 وماسكين في بعض. ها يا ابني حصل ايه؟ وماسكين في بعض كده ليه؟ يا باشا ده سرقني وضربني يا بيه. سرق منك ايه يعني؟ ومين عمل فيك كده؟ سرق محفظتي يا بيه، كان فيه 10 جنيه. 10 جنيه؟ يعني جاي تبلغ عشان 10 جنيه؟ وضربك ازاي بقى وانت زي الحيطه كده وهو زي اصل العصايه؟ اهو ضربني يا بيه، ده اللي حصل. شفت انا متبهدل ازاي يا بيه؟ يا بيه ما حصلش، ده مفتري والله. هضربه ازاي يعني؟ ده زي الحيطه. صبرني يا رب على دي شغلانه، انا تعبت من الاشكال دي. زينة قامت وقفت ونزلت فيهم هما الاتنين ضرب. اعترف يا ده انت وهو، اعترف. 10 جنيه اللي سرقها منك يا معفن. ها حرام عليك تضرب البائس ده عشان 10 جنيه؟ يخرب بيتك. الست المفتريه دي الحقني يا باشا. يا عسكري خدهم الاتنين على الحبس وخد زينة كمان. ايه انا حبيبتك. نسيت، اقعدي. زينة جريت قعدت مكانها وراح على زينة. ايه ده يا معلم؟ انت هتكوني ولا ايه؟ والله العظيم ما عملتش حاجه. نبيل مسكها من قفاها. اعمل فيكي ايه؟ مش قلتلك ما تتكلميش؟ هو انا كلمت ولا فتحت بقي؟ الله سيب البلوزه بقى، ده لسه كوياها. بلوزه؟ ده انا مش هخلي فيكي حته سليمه. هتمد ايدك على واحده نسوان هيبقى البدله الحلوه دي. انا عارف اني عملت حاجه غلط في دنيتي وربنا بيعاقبني، اترزعي وما اسمع صوتك. ولا هتسمع مني صوت خالص، ده انا نسمة وما يتسمعش صوتي، اسمع مني. دخل على نبيل، 2 متجوزين، الزوج ماسك مراته. انا هموتك وارتاح منك يا وش الفقر يا بومه. ده انا قبل ما اموت هوديك قبلي وارتاح من قرفك. دي يا باشا مراتي، اتجوزتها وكان يوم اسود ومنيل زي ما يكون متجوز عيله كده في ابتدائي. اديها مصروف تروح تجيب بيهم شيبسي وكاراتيه وبومب كمان وصواريخ. اقول لها فين الاكل يا وليه؟ تقول لي ما عملتش. في يوم بقى اديتها مصروف ورحت على شغلي، رجعت هلكان. دخلت الشقه لقيتها ضلمه بيه، ولسه بولع النور لقيت فرقعه بيه وصواريخ متفرقعه تحت رجلي. قطعت الخلفه بيه والله تعبت بيه. وتطلع بقى تضحك زي الهبله وتقول لي خوفتك صح؟ البنيه بتهزر معاك. ايه ما تهزرش، رجاله نكد. خلاص انت يا زينه كمل. لا يكمل ايه، ده دوري انا بقى هقول لك. انا بقى الراجل ده جالي النهارده وقال لي انا جعان، قلت له خد اندومي عادي كل الناس بتاكل اندومي. قال لي لا عايز اكل، قلت له اجيب لك شيبسي وكاراتيه. قال لي لا جعان، وقال لي بعد الاكل ناكل شيبسي وكاراتيه. اديته مولتو يا بيه، مولتو بتاع الناس الاغنياء، مولتو ده عارفه. وقلت له كمان بالهنا والشفا يا قلبي. قال لي لا عايز اكل مش هحلي، انت فاتحه سوبر ماركو؟ قلت له استنى في كل حاجه تاخد هوز. لقيته بيقول لي يا بيه جبتي كل ده منين؟ قمت قايله له ما انت اديتني فلوس الصبح. لقيته يا بيه وشه حمار وبيقول لي جبتي مصروف البيت الحاجات دي اندومي وشيبسي وهوز وكاراتيه. قلت له جبت مولتو ومصاصه كراميل. اما مسكني يا بيه وضربني، قمت ضرباه، ما انا بلعب كاراتيه. جدع يا بت، برافو عليكي، اوعي تسيبيه يغلبك. نبيل برق بعيونه وزينة حطت ايديها على بقها وسكتت. لا ملوش حق. بص يا ابني انا حاسس كده بيك عشان شكلي كده داخل بقى على عينات المصيبه دي. تحب اسجنها وتدخل حبس، تتربى يعني شويه.
وتقعد مع المجرمين ويدوها على محترم وجسمها يتملي حشرات؟ حبيبي انت هتسيبني اتحبس كده هو؟ ما انت حبيبتي شلتيني وخليتيني اكلم نفسي. هتسيب طفلتك تتحبس؟ ما انا طفلتك انت حبيبي، اهون عليك. ما هو انت مش بتاكليني ومجوعاني وبتاكليني كاراتيه. هعمل لك كل اللي انت عايزه وهتعلم الاكل بقى خلاص. لو مفيش كاراتيه ومفيش مولتو خلاص يا باشا، ما تفتحش حاجه يا باشا، مش هنعمل محضر ولا حاجه. واخد مراته في حضنه وبعدها مشوا. ايه ده بتعيطي ليه يا قلبي دلوقتي؟ ايه اللي حصل بس؟ ما كنا كويسين من شويه. انت هتضربني زيه كده وتبقى زهقان مني وتقول يا ريتني ما اتجوزتك ولا شفتك؟ لا انت طفلتي حبيبتي، ما اقدرش اضربك، انت قلبي انا. وبعدين اللي بيضرب مراته ده مش راجل اصلا. زينة قامت ومسكت في بدلته. هو لا هتزعقلي ولا تكشر وتفضل تقول عليا مجنونه وتفضل تقول زهقت وجو ده؟ ولا ازعقلك ولا اكشر، انا يعني عندي كام زينه. ربنا يقدرني ويسعدك يا قلبي. وانا اوعدك مش هبقى يعني مجنونه قوي، اوعدك ان انا هعقل. لا يا قلبي، انا عايزك كده زي ما انتي، حبيتك كده وعايزك كده حبيبتي المجنونه اللي ما اقدرش اعيش من غير جنونك. ده انتي بلطجيه قلبي. الحب اجمل حاجه في الكون، ملوش ميعاد ولا مكان، ولازم تحب شريك حياتك زي ما هو ومن غير تغيير. ولحد هنا خلصت القصه خالص. ولو عجبتكم، في معسكر الجيش في خيمه البنات صحيوا على صوت منبه بصدمه وكانوا خايفين جدا وقاموا بسرعه يلبسوا بخوف وهما مستعجلين. اما بقى في خيمه تانية، خيمه الشباب، المنبه رن وصحيوا ما عدا صلاح اللي كان نايم في سابع نومه ومش حاسس باي حاجه. يا صلاح انت يا ابني قوم بقى، الطابور هيبدا وهتاخد جزا. قوم بالله عليك الله يخرب بيتك. خليه نايم هو حر، الظابطه شروقه تيجي تجيبه من قفاه. يلا احنا نتاخر، ودي بقى مش بترحم حد خالص، على نفسها مش عليا. هي تنسى نفسها ولا ايه؟ انا مش عارف اللي جابها هنا في المعسكر ولا البنتين اللي جايين معاها دول. بيقولوا انها بنت مستشار القوات المسلحه في الجيش، يعني اكيد جايه واسطه ومحدش يقدر بقى يكلمها. وطبعا عاملينها زعيمه علينا، مع انك المفروض انت اللي تستحقي كده مش هي خالص. بس نقول ايه بقى؟ كوسه. يلا 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 قبل ما تتكلم معانا. وفي الطابور الكل متجمع والكل واقف بانتباه، وفي اللي نام على نفسه وفي اللي واقف بملل. جت شروق وهي متعصبه جدا. ايه انتباه؟ ايه ده؟ انتوا نايمين على نفسكم كده ليه؟ وبعدين ثواني كده، في واحد ناقص، هو راح فين؟ هو نايم ومرضاش يصحى خالص، حاولت معاه بس مرضيش. نوم؟ في حد ينام لحد دلوقتي في المعسكر بتاع التدريب؟ ده استهتار. وراحت ناحيه الخيمه. صلاح كان نايم، راحت عنده وجابت ميه متلجه ورمتها عليه. يا لهوي يا لهوي يا لهوي، في ايه؟ في ايه؟ الحرب قامت ولا ايه؟ يا سلام، وهي الحرب هتقوم مقيسه عليه؟ بتحارب صراصير؟ اصحى يا بابا، عندك ربع ساعه تاخير. انا اسف حضرتك، راحت عليا نومه غصب عني، اوعدك انها هتكون اخر مره. شروق ما ردتش عليه وخرجت وسابته. انا مش عارف انا مين بس اللي ابتلانا بيكي. هو احنا كنا ناقصينك؟ الهي ربنا يوعدك بعريس يقعدك كده في البيت وترحمينا بقى. وفي التدريب، انا زهقت بقى من الوقفه، ايه التعب ده؟ انا بنت يا ناس، والبنت دي ليها معامله خاصه، تتعامل برقه مش بعنف. خليها بقى تسمعك عشان تعرفك ان مفيش فرق بين البنت والولد، الاتنين زي بعض. على فكره انت اللي خيبه، انت زيها مفتريه، انتوا اكيد مش بنات، انتوا اصلا مفكوش انوثه زيي. في معسكر الجيش بيكون في نظام جد، انتوا هنا بتدربوا عشان لما يجي اي عدو تقدروا تواجهوا الموضوع. واحنا بقى كنا مستنيينك انت عشان تيجي وتعرفينا المعلومه دي. ما احنا كلنا عارفين احنا هنا ليه، يعني مش محتاجين نعرف. على فكره علي بيدربنا من زمان وتقريبا عارفين كل حاجه وعارفين ندافع عن نفسنا ازاي من اي عدو، وتقريبا كده حافظين كل التدريبات. اقول لها يعني تسيبنا تنام بقى براحتنا، احنا متدربين 100%. وانت بقى والبنات اللي معاكي المفروض تعملنا اكل لحد ما نصحى كده من النوم. وعلى فكره انا بحب البطس قوي. يلا السلام عليكم. ولسه هيمشي بس فجاه لقى بوكس في وشه. ليه الغباء ده؟ وجعتني. ويا ترى بقى عايزها مقليه ولا صينيه؟ ولا فاكر نفسك عند امك ولا ايه؟ طب ليه سيره الام؟ طيب انا بس قلت ايه، انا قلت بحبها مش اكتر يعني. انا بقى خليك بعد كده تتكلم عدل. ومسكته وفضلت تضرب فيه وفي بطنه وفي وشه لحد ما وقف في الارض بتعب. خلاص حرمت والله، كرهت البطاطس خلاص مش عايزه اكلها. كل اللي انت بتعمليه ده ممنوع خالص، ومش من حقك بقى تضربي اي عسكري في التدريب. هو اللي انت عشان جايه بواسطه؟ عشان جايه بواسطه اعمل اللي انا عايزاه. تحب تجرب؟ ولسه هتضربه بوكس في وشه بس علي مسك ايد شروق. لا يا حلوه مش انا، يعني انت ممكن تمدي ايدك على اي حد الا انا مش هسمح لك تعملي كده معايا، فاهمه؟
علي ساب ايد شروق ومشي من قدامها. شروق اتعصبت جدا. اوبا خدي بالك، شروق هتولع على الاخر. اول مره حد يعمل معاها كده. الواد طلع ايه، رجوله رجوله يعني، مش زي الهفق اللي وقع على الارض. هو انت فاكره ان شروق هتسكت؟ دي هتوريه اسود ايام عمره. وزينه راحت عند شروق. بصراحه الواد طلع قوي قوي ومش هتقدري عليه خالص. بلاش بقى تكلميه لحسن يمد ايده عليكي ولا حاجه. بس فجاه شروق ضربتها بوكسه في وشها. طب وانا مالي؟ طيب ده ايه الظلم ده؟ انت مفتريه على فكره. وفي الخيمه علي كان متعصب جدا. طب ما انت جبت حقك، زعلان ليه بقى دلوقتي؟ انت كده اثبتت لها ان انت زيك زيها، يعني بعد كده هتعملك الف حساب. فك بقى. انا بس اللي مزعلني انهم مخلين حته بيت تبقى رئيس عليا انا، بعد ما كنت انا اللي رئيسهم. ده انا هطق ومش عارفه اعمل ايه. وش مش قادر. بقول لك يا تموري، معكش مرهم والنبي احطه بس على عيني، انا مش شايف حاجه. شكلكم بعد كده هتحبسوني. احارب ازاي انا دلوقتي؟ وده على اساس يعني ان لو الحرب قامت انت هتمسك السلاح وتحارب؟ يا ابني انت احول، بتضرب النشال الناحيه التانيه. روح بنضارتك دي. بتتريق عليا وبتتنمر عليا؟ اديني اتعميت خالص اهو. شوفوا بقى تعملوا ايه من غيري. والله لا سايب لكم الخيمه وماشي. جاتكم من قرف. اشوف فيك يوم يا شروق يا بنت ام شروق. بقول لكم ايه، حد فيكم عارف امها اسمها ايه عشان الدعوه تستجاب كويس؟ محدش رد عليه خالص. ايه ده، هم سكتوا ليه؟ هم خرجوا من الخيمه ولا ايه كده يا اندال؟ هتسيبوني كده يعني؟ حسس اعمل ايه دلوقتي انا؟ ها. وبره الخيمه زينه معاها مرهم وعماله تحطه على وشها. يا وشي الحلو ده، انا وشي ده احلى وش في المعسكر كله. ما يبوس كده. طب لو الحرب قامت اعمل ساعتها ايه؟ العدو يقول عليا ايه وانا وشي بايظ كده؟ منك لله يشروق. يا وشي. وصلاح كان ماشي بيحسس ومش شايف اي حاجه خالص. بس فجاه وقع على زينه. يا امي مين؟ مين اللي هنا؟ انت العدو صح؟ انا ما عملتش حاجه. هي اللي اسمها شروق، هي اللي جايبانا هنا عشان بقى تضربنا على الحرب وانا ما كنتش موافق. بصوا اضربوها، اقتلوها، ارحمونا منها. يخرب بيتك من اولها كده. ده انت حتى ما خدتش القلم اللي بيتقال كل حاجه بعديها. خاين عميل. مين الصوت ده؟ انا سمعته قبل كده. انت زينه صح ولا انا وداني كمان باظت؟ انا مش فاهم بقى. لا ما باظتش ولا حاجه. ايوه انا زينه. وانت بقى رايح فين على كده؟ انت مش شايف قدامك خالص؟ كله من اللي اسمها شروق دي هي السبب. اللي يا رب اشوف فيها يوم وتتحبس كده وما تلاقيش كمان اللي يحبسها. قولي امين. بس زينه اتصدمت لما شافت شروق واقفه ومربعه ايديها. ايه هو انت ليه ما بتقوليش امين؟ قولي امين يلا زينه. امين؟ هو انت قلتي حاجه ولا اللي في بالي فعلا؟ هو اللي في بالك عشان بعد كده تخلي بالك كويس. قابل بقى. وفجاه شروق مسكته من قفاه. يعني انت لسه فيك نفس عشان تتكلم؟ ده انا قلت الاقيك مرمي في اي حته. بس ماشي، انا بقى هوريك قدامي. يلا. وبعد شويه في الخيمه. ايه الصوت ده؟ في ايه؟ بتهيالي كده ده صوت صلاح. تعال نشوف ايه. وفعلا خرجوا بسرعه واتصدموا لما شافوا صلاح متعلق على حلبه وتحته نار وهو بيصرخ. يا لهوي يا لهوي، الحقوني، نزلوني، هتشويني. الحقني يا علي، صعبك بيتشوي. حرمت والله حرمت. هو ايه اللي بيحصل ده؟ ازاي تعمل كده فيه؟ مش من حقك على فكره، وده ممنوع. بس انا من حقي ان انا اعاقبه لو عمل اي حاجه غلط، وده بقى عقابي. تعاقبيه ماشي بس بجزا، مش العقاب ده. العقاب ده مش من حقك. اتفضلي يلا نزليه حالا. لا مش هنزله، وده اللي عندي. ولا تحب بقى تتعلق معاه او تسليه؟ ايه رايك؟ تسكت ولا تعلق؟ علي خلاص، اكيد الظابطه عارفه هي بتعمل ايه. يلا يا علي يلا عشان نعمل تدريب. يلا. شد تامر عليه ومشيوا. انا هنزلك يا حلو انت، بس ده اخر انذار ليك، سامع؟ ومش عايزه اسمع صوتك خالص غير بحاضر وبس، مفهوم؟ وفي الخيمه. احنا مش عايزين مشاكل، احنا مش في حرب. وكمان انا متاكد ان صلاح عمل حاجه عشان تعمل فيه كده. انت يعني مش عارف صلاح وعمايله؟ مهما يعمل ما ينفعش تعمل كده فيه. احنا مش في غابه. ايه الغباء ده؟ بس فجاه دخل صلاح. انا جيت. ايه وحشتكم مش كده؟ بس بقول لكم ايه، علي طلع رجوله يعني. كان بيدافع عني حلو قوي. شفت يا عم؟ طلع بارد اهو، وانت اللي حرق دمك عشانه. ده مش بيحس. يلا بقى التدريب، وحاول تكبر دماغك منها خالص زي كده. وفعلا خرجوا بره للتدريب وكلهم واقفين. اولا التدريبات هتبدا. انا متكلفه اني ادربكم، وده بناء على طلب من القوات المسلحه. انا تدريباتي غير اي تدريب لانه عنيف جدا ومش بحب حد يغلط. الغلط مش مسموح ولا اصلا مرغوب فيه، فاهمين؟ بس احنا قمنا بكل التدريبات مع ضابط علي، وكل حاجه اتمرنا عليها، وبالتالي بقى مفيش حاجه تانية نتمرن عليها. شروق راحت عنده بمنتهى البرود. انا قلت لك تتكلم
سمحت لك اصلا تتكلم؟ وفضلت تضرب فيه. خلاص بقى خلاص، ايه ده؟ انا مش بحب حد يقاطعني وانا بتكلم، اوكي؟ عادي ولا يهمك، اكيد انا الغلطان. شفت يا علي؟ شفت انا صبور ازاي؟ اعمل بقى زيي. شروق شاورت على احبال متعلقه كانت على صخره كبيره. انا عايزاكوا بقى حلوين تطلعوا الاحبال دي، ولما توصلوا للصخره تنزلوا تاني، واللي مش هيعرف يقع للاسف مش هيقع على الارض، هيقع على ميه سخنه مولعه. الكل اتصدم. يلا اتفضلوا على التمرين، الكل يبدا. وفعلا كلهم بدأوا يطلعوا الحبال. علي عرف يطلع ووصل بمنتهى السهولة، وتامر كمان طلع بكل سهولة، وهدى طلعت. زينة بقى ما عرفتش تطلع. يا جماعة حد يساعدني، أنا مش عارفة أكمل. طب نزلوني، أعملوا أي حاجة، مش عايزة أقع. أنا بشرتي كده تبوظ من المية السخنة، مش بحب المية السخنة أنا. أما بقى صلاح فكان عمال يبص على الحبل وما طلعش، كان واقف بس. حبيبي ممكن أعرف بقى يا أمور أنت واقف كده ليه؟ وليه ما طلعتش لحد دلوقتي؟ اتفضل يلا اطلع حالا. ما أنا كده ولا كده مش هعرف أطلع، ليه بقى أتعب نفسي؟ ما تخليني بقى كده بكرامتي. خلاص بقى خلاص، يكفيك بس شرف المحاولة. يلا اطلع يلا، مفيش حاجة اسمها معرفش. وفعلا صلاح كان خايف جدا وحاول ان هو يطلع، وفعلا عرف يطلع وكان مبسوط قوي. انا طلعت انا بطل والله، وعملوها الرجالة ورفعوا راس مصر بلدنا ووقفوا وقفة رجالة. استنوا كده بقى واتفرجوا عليا وانا نازل، شوفوا الحركة دي، بص الحركة دي. وفجأة وقع من على صخرة على المية السخنة. طلعوني انا بسلخ، قلت لكم بلاش، انا بلاش مش قادر. عاجبكم كده؟ انا بقيت شبه ذكر البط اللي بيتنضف في الميه السخنه، حرام عليكم بتلاسوا يا جدعان. زينة فضلت تضحك عليه. مش تاخد بالك؟ يلا معلش تعيش وتاخد غيرها. بعد شويه صلاح كان قاعد في برميل تلج. كده بقى كويس ولا لسه؟ طمني عليك. انا بقيت مسلوخه تموري، انا جسمي كله متسلخ منها لله. الولايه دي محدش يعني قادر عليها خالص. ايوه بالظبط كده، محدش قادر عليا. تخيل بقى. يلا اطلع عشان تدريب، ما تبقاش خارع كده. يلا. شروق مشيت. ايه ده بقى؟ هي بتطلع منين دي؟ انا كل شويه الاقيها في وشي، انا خايفه الاقيها في البرميل. وبعد شويه الكل كان واقف مستني تدريب. دلوقتي بقى هنضرب نار، وده هيبقى على بعد 10 متر عشان اقدر احدد كل واحد فيكم دقته في النشال. هو انت مش شايفه ان 10 متر كتير شويه؟ لازم يعني تبداي بحاجه بسيطه الاول. والله بقى انا تدريبي كده، مش عارف قول مش عارف وخلاص واخرج بره التمرين ده. انا مفيش حاجه ما بعرفهاش، انا عارف كل حاجه وافهم في كل حاجه. والله هنشوف، مش بالكلام. يلا الكل ياخد سلاحه ويبدا يضرب، يلا. وفعلا الكل بدا يمسك المسدس ويضرب النار. كلهم ضربوا النشال ما عدا صلاح اللي ما ضربش. اضرب يا ابني، انت مستني ايه؟ في ايه عسكري؟ اضرب بسرعه. صلاح ما كانش عارف يضرب فين وارتبك قوي. انت يا غبي قلت لك اضرب، مستني ايه؟ ولا ما بتعرفش بقى تضرب نار؟ لا طبعا، دي اكتر حاجه انا كويس فيها، حتى شوفي. وهوبا ضرب نار، بس فجاه ضرب على رجل عسكري، سمعوا صوت صريخ. وصلاح يا لهوي هي جت فيك، رحت في داهيه، الحقيني ياما. بعد شويه انت يا ابني غبي، ستر من ربنا انها اصابه خفيفه وهتتعالج، والعسكري ما اتكلمش وما رضاش يخليك تاخد جزء. بس مش معنى كده انك ما تعاقبش، لازم تاخد عقابك عشان بعد كده بقى تاخد بالك. انا تحت امر حضرتك، هنفذ الاوامر. انت هتقعد حراسه على الخيام طول الليل ومفيش نوم، انت سامع؟ ولو عرفت ان انت نمت هيبقى في عقاب بقى جديد، فاهم؟ لا بالليل لا، انا بخاف. ده انا سمعت ان بيبقى في عفاريت وانا بخاف جدا من العفاريت. بلاش بالليل، خلينا بالنهار احسن. يا ابني انا مش باخد رايك، انت تنفذ بس الاوامر، فاهم يا عسكري؟ ايوه فاهم، وانا قلت حاجه؟ هقعد عشان احميكم، ده انا مش هنام خالص، اطمني. وبعد وقت صلاح نايم في سابع نومه وعمال يشخر بصوت عالي، بس فجاه صحي على صوت حد بيتكلم، اترعب جدا. يا لهوي، هم العفاريت ظهرت ولا ايه؟ اروح فين ولا اعمل ايه؟ انا لازم اهرب بسرعه. وقف بخوف. لا ايه ده في حد بيغني. ايوه يمكن العفاريت بتغني، دي عفاريت بقى ايه، فرفوشه قوي. بس فجاه حس بنفس وراه، وقف وهو مرعوب. يا لهوي ده شكله ورايا، اكيد هيقتلني ولا يعمل فيا ايه. انا خايف قوي، لا تاذيني ولا اذيك، ابعد عني ابوس ايدك، سيبني في حالي، انا ما عملتش حاجه. بس فجاه سمع صوت ضحك، بص وراه واتصدم لما شاف زينة. يا لهوي، هو انتي؟ حرام عليك يا شيخه، ده انا عملتها عن نفسي. انتي ايه اللي جابك هنا وبتعملي ايه في الوقت ده؟ اعمل ايه يعني؟
بخرج بعد ما كل ينام وبحط مانيكير واعمل كل اللي نفسي فيه. اصل من اول ما انا جيت هنا وانا مش حاسه ان انا بنوته خالص، زهقت قوي يا صلاح. قلب امك يا اختي، وايه اللي غصبك على كده؟ ما تمشي من هنا احسن بدل الذل اللي انت فيه ده. وانت بقى ليه ما مشيتش؟ ما انت كمان مش عاجبك اللي انت فيه وواقف اهو مرعوب، هتعمل بيبيع عن نفسك. على رايك اللي رماك على المر، بس انت عارفه كويس قوي ان انت صاحيه اهو تسليني بدل ما انا خايف كده. نعم، لا طبعا انا مستحيل اقف معاك احرسهم، ده لا يمكن ابدا. وبعد شويه زينب بتحط ماسك لصلاح. الماسك ده بقى هيضيع لك كل الهالات السوداء وهيخلي بشرتك ناعمه خالص زي بشره البيبي بالظبط. طب بقول لك ايه، ما عندكش اي حاجه للتسلخات؟ اصل بعيد عنك متسلخ من كل حته من ساعه ما وقعت في الميه السخنه. حط عليها بودره تلج، بتقليها تريحك اكتر، واول ما الشمس تطلع حط صن بلوك، بشرتك كده مش هيحصل لها اي حاجه. صن بلوك؟ صن بلوك ايه اللي احطه؟ الراجل بيتعرف من سماره. مصر هي امي، شمسها في سماري وشكلها في ملامحي، حتى لوني قمحي زي لون نيلك يا مصر. مستحيل احط صن بلوك. تاني يوم شروق خرجت من الخيمه واتصدمت لما شافت صلاح وزينه قاعدين على الارض وحاطين صن بلوك ولابسين نضاره شمس ولابسين طواقي. هوبا، ده ايه ده؟ هو انا غلطت ورحت الساحل ولا ايه اللي انتوا عاملينه ده؟ صلاح وزينه فضلوا قاعدين ببرود. عادي يعني، حاطين صن بلوك وقاعدين ناخد تان ولابسين نضارات عشان الشمس حاميه، والطواقي دي عشان يعني ما ناخدش ضربه شمس. ايه المشكله ها؟ اقعدي يا شروق، خدي تان معانا وحطي صن بلوك، بس سوري بقى مش هقدر اديكي طاقيه عشان صلاح اخدها، حتى النضاره. لا خلاص، طالما صلاح اخدها ما اقدرش اقول حاجه. بقول لك يا زوزو، معاكي مبرد عشان اعمل يعني ضوافري، اصلا شكلها كده مش عاجبني خالص بقصفه. معايا في الشنطه. شروق بليز هاتي المبرد من الشنطه عشان صلاح هيعمل ضوافره. بس كده؟ حاضر، ده انا عناية ليكي انتي وصلوحه. وفجاه ضربت نار عليهم في الهوا، قاموا بسرعه بخوف. يا امي ايه ده؟ في ايه؟ هو احنا عملنا ايه بس؟ ده احنا حتى يعني بناخد تان في حالنا. تان في المعسكر يا بني ادم انت وهي؟ انتوا ايه ما بتحسوش احنا في ايه ولا في ايه؟ وهو ده بقى اللي بتحرسهم؟ هو ايه اللي حصل بس يا شروق؟ احنا قلنا نفك عن نفسنا شويه، مش كل حاجه ضغط. فين بقى النفسيه اللي تستحمل كل ده؟ صح، عندك حق، انتوا لازم فعلا نفسيكم تكون كويسه جدا، ما تقلقوش انا بقى ظبط نفسيكم. برافو عليك يا زوزو، ما يجيبهاش الا ستاتها. شكرا يا شوشو. عيب عليك يا ابني، انا بلعب ولا ايه؟ ولازم تعرف اني مسيطره قوي هنا. بعد شويه زينه وصلاح متعلقين من رجليهم وشروق بتضرب فيهم. مش قادر، مسيطره مش كده؟ اشوف فيك يوم، يا ريتني ما كنت حطيت الزفت ده منك لله يا شيخه. على فكره اسمه صن بلوك مش زفت على فكره. نسيب بقى التعليقه اللي احنا فيها ونمسك في الاسم. رجلي يا رجلي، خلاص بقى حرمت. هو في ايه؟ هم متعلقين كده ليه؟ هم عملوا ايه عشان تعملوا فيهم كده؟ قاعدين بياخدوا تان في المعسكر. ايه؟ الله يخرب بيتك يا صلاح، تان يا صلاح تان؟ هو انت ليه محسسني ان انا جبت نسوان؟ والله ما كنت اعرف اسمه الا منها هي، ده انا فكرت انها بتتشمس بس. وطالما مش عارف اسمه بتعملوا ليه؟ عاجبك بقى منظرك ده؟ في ايه؟ عملت ايه تاني؟ الحقني علولي، نزلني علولي، انا جالي خلاص ارتجاج في المخ من التعليقه دي ورحمه جوز خالتي، كنت فاكر ان انا بتشمس. خلاص بقى يا شروق نزليهم وعديها المره دي، بيقولك ما كانش يعرف، معلش شكلهم صعب قوي، بيخالفوا التعليمات وانا حذرتهم وبرضه ما فيش فايده فيهم. والله ما اعمل كده تاني، اخر مره بس بليز بقى نزلينا، ده ميعاد التمرين بتاعي. تمرين ايه دلوقتي؟ اسكتي خليها تنزلك الاول. شروق فكتهم ونزلتهم. ده اخر تحذير ليكم، فاهمين؟ ويلا عشان تدريب قدامي. تدريب ايه تاني؟ انت اصلا التدريبات بتاعتك دي كلها مش موجوده، انت بتخترعي من دماغك. تقدر تقول حاجه زي كده، وكمان براحتي اعمل بقى التدريبات اللي انا عايزاها وانتوا عليكم التنفيذ وبس. وده على اساس يعني ان احنا بهايم مالناش راي ولا ايه؟ على فكره انا ظابط زيك بالظبط، يعني اعرف اعمل كل اللي انت بتقوليه ده ومش مستنيكي بقى تعلميني. طب كويس قوي، انا بقى هعمل التدريب ده معاك انت وبس عشان اتاكد من لياقتك البدنيه كويس، واشوف بقى تستحق تكون ظابط ولا ده كلام وبس. وانا ما عنديش مانع خالص وعندي استعداد لاي تمرين. طب يلا انا قدامك اهو، عايزه اشوف بقى مين فينا اللي هيكسب. وفعلا بدأوا التحدي، وبدأت شروق تضرب علي بوكس في وشه ووقع على الارض. قلت لك ان انت مش قدي، ما صدقتنيش. قوم يلا، قوم من على الارض. وقف علي، بس فجأة ضرب شروق بوكس في وشها، اتصدمت وكل اتصدم من اللي حصل. قلت لك اقدر واقدر كويس قوي كمان. ايوه بقى اديله، ادي يا ابو خالد، اديها علي، اديها كمان، عرفها ان احنا رجاله قوي.
بس فجأة لقى بوكس في وشه. طب ليه كده بس يا ام خالد؟ انا عملت ايه؟ انا بقول رأيي بس. شروق قربت من علي وضربته بوكس في بطنه وفضلت تضرب فيه جامد لحد ما وقع على الارض بتعب. عشان بس تعرف ان الست تقدر عن الراجل وعندها قوة تحمل كبيرة. جربت يا حلو تولد قبل كده؟ اكيد ما جربتش. اوعى بقى من قدامي. واديته شلوت قبل ما تمشي وسابته ومشيت. علي انت كويس يا علي؟ قوم من على الارض بقى. انا حته بنت زي دي تعمل فيا انا كده؟ ماشي، بس انا بقى مش هسكت لها. يا شيخة نيل، دي علمت عليك وعملت منك كفته جاتك وكسه، وانا اللي كنت فاكر بقى ان انت الكينج بتاعنا. علي وقف وضربه بوكس في بطنه وقعه على الارض. كلكم عليا ولا ايه؟ صلاح انت كويس؟ فيك حاجه؟ انا اتضربت قوي يا زينه. انا مش زعلان عشان ضربت، انا بس زعلان عشان مش عارف اصلا انا ضربت ليه. مش عارف ليه؟ عشان لسانك طويل اللي عايز قصه ده. تعالى بقى نروح نشوف علي، هو دخل الخيمه. برافو عليكي، انت كده بقى علمتيه الادب. يستاهل، طول الوقت شايف نفسه وعامل فيها حاجه. تعرفي تسكتي خالص؟ ويلا بقى عشان في تدريب. اتفضلي. خرجت هدى. هو في ايه؟ انا مالي زعلانه عليه قوي كده ليه؟ ما هو يستاهل اكتر من كده. اهدي يا شروق، انت اصلا ما عندكيش قلب. وفي الخيمه. انت بتقول ايه؟ ازاي عايز تمشي من المعسكر؟ احنا بندي الخدمه. في يا علي، يعني الكلام ده مش بمزاجنا. انا مش هقدر اكمل هنا بعد اللي حصل، لازم امشي. انا مش هقعد ومحدش هيقدر يغصبني على حاجه. مش هبقى قاعده غصب عني، فاهم؟ بس فجأة سمعوا صوت ضرب نار في كل حتة. هو في ايه؟ مين ده اللي بيضرب نار؟ تعالى بسرعة نشوف في ايه. وفعلا خرجوا واتصدموا لما شافوا ناس ملثمة ومعاهم مسدسات وبتضرب عليهم نار. علي بسرعة طلع المسدس بتاعك، دول بيضربوا علينا. يا نهاري يا نهاري، مين دول؟ هيموتونا. اضرب عليهم يا صلاح بسرعة. اضرب ايه؟ انا مش بعرف انشل، خايف نموت حد تبعنا. اضرب انت النار وانا هراقبه من هنا، ما تقلقيش، وراكي راجل. بس ما تقولش بس راجل، جاتك وكسه توكسك. انت اصلا في المكان الغلط يا منكوس. بس فجأة لقى حد هيضرب نار عليهم، وصلاح شد زينة واخدها في حضنه وضرب عليه نار ووقع على الارض ميت. زينة بصت لصلاح في عيونه. شكرا ان انت انقذتني. لا على فكرة احنا رجالة قوي ووقت الشدة بنبان. بس فجأة اتصدموا هما الاتنين لما سمعوا صوت شروق. انتوا بتعملوا ايه؟ هيقتلونا، اضربوا بسرعة نار. يا لهوي، هي جت منين دي؟ قطعت لي الخلف. الهي يا شيخة تاخدي رصاصة وتخلصنا منك بقى. علي بيضرب عليهم نار في كل حتة وتامر معاه، وشروق كمان بتضرب نار. بس فجأة الرصاص بتاعها خلص، ما كانتش عارفة تعمل ايه. وفجأة ظهر لها راجل ملثم وقرب منها ومسك المسدس ولسه يضرب عليها نار. ظهر علي قدامها ولسه يضرب عليه نار، بس خرجت بقى رصاصة في دراعه. بس هو قاوم وضرب عليه نار لحد ما وقع على الأرض. وقتها علي حس إن الدنيا بتلف بيه ووقع على الأرض وغاب عن الوعي. علي يا علي. وبعد وقت في المستشفى علي فاق والكل كان حواليه. الحمد لله على سلامتك حضرة الظابط، انت قدرت وخلصت عليهم كلهم، انت وظابط شروق، وليكم مكافأة كبيرة جدا. لا، الشكر كله للظابط علي، لولا كان زماني ما كنتش موجودة. هو اللي أنقذني في آخر لحظة، هو اللي عمل كل حاجة. يفوق بس وقتها نشوف. الحمد لله انكم بخير، والحمد لله على السلامة. عن إذنكم. مشي الظابط. طب والله ده ظلم، ما حدش جاب سيرتي، مع اني يعني موت واحد. مش حصل زينة، مش حصل الكلام ده، قولي لهم. يا عم تنيل، دي جت معاك صدفة، خليني ساكتة أحسن. ها، أنا متشكرة قوي على اللي أنت عملته معايا. أنت فعلا أثبتت لي إن الرجال قوامون على النساء. حصل خير، المهم إن أنت كويسة، ودي رصاصة بسيطة. الحمد لله هبقى كويس. الحمد لله على سلامتك يا علي. قوم بقى كده وشد حيلك، أنا ما تعودتش أشوفك كده. على فكرة يا علي، أنا موتت معاك واحد عشان يعني مكافأة بالنص. أنا صاحبك. ها، واحد مرة واحدة. ماشي يا سيدي، أنا همشي بقى عشان أسيبك ترتاح، هبقى أجي أطمن عليك تاني. شروق استني، أنا عايزك. خير، في حاجة؟ لو سمحتي ممكن تفتحي الدرج ده عشان انت شايفة دراعي مش هعرف أفتحه. شروق فتحت الدرج ولقيت علبة فيه شكلها حلو قوي. ممكن تفتحيها؟ شروق فتحتها واتفاجئت لما شافت مسدس وفي خاتم حلو قوي. شروق ضحكت على شكل المسدس. ايه ده؟ ده ايه ده بقى؟ ده على اساس ان احنا ظباط، دي الطريقة بتاعتنا. ايه رأيك؟ حلوة؟ حلوة مش بطالة. يعني موافقة ولا ترجعي العلبة في الدرج تاني؟ لا لا موافقة طبعا. أول مرة أشوف خطوبة في المستشفى. أمال كاتب كتاب هيكون فين؟ في الإنعاش؟ اسكت خالص وخليك في حالك، بيفهم مش زيك.
ايه ده؟ هو في حد بيلمح لحاجه ولا ايه؟ شكل كده مش واخد بالي. ده انا اروح بقى واجيب الرصاص بسرعه. رصاص ايه؟ انا مش فاهمه. يا ستي رصاص المسدس بتاع علي. الله، يا لهوي، ده طلع مش بيفهم خالص. وفجاه وقعت من طولها. هو ايه اللي حصل؟ شكلها كده بقى لسه ما فطرتش. انا اروح اجيب لها فطار. وتامر كمان اتقدم لهدى، وفي الاخر كلهم اتجوزوا. ولحد قصتنا في كافيه صغير في حي شعبي، موسى ويحيى وطاهر قاعدين على ترابيزه ومعهم سهر وشهد، كلهم بيتكلموا بضحك وحماس. يا جماعه احنا لازم نعمل حاجه جديده، حاجه تفرع على السوشيال ميديا. عايزين نكبر، نبقى احسن نسبه. المشاهدات عندنا قليله قوي، مش هتجيب لنا علبه سجاير. فكره حلوه، بس ايه الفكره؟ ها، فكر شويه. اعمل حاجه بدل الاكل. ايه رايكم في التحديات زي اللي بتطلع جديد، اللي هي على اليوتيوب والتيك توك والحاجات دي؟ تحديات ايه بقى؟ زي بتوع الاجانب دول اللي بياكلوا حاجات غريبه وبيجننوا؟ لا يا جماعه، انا بعرف بجد، مش هقدر اعمل كده. او زي مثلا تحدي الاكل الحار جدا. يعني بلاش نخلي التحديات في الحاجات المقرفه، خلينا نعمل حاجات مسليه وظريفه. تمام، اول تحدي هيكون ايه؟ نبدا بحاجه خفيفه، تحدي الاكل الحار جدا. فعلا كلهم وافقوا وجازوا تحدي الاكل الحار. في البيت عند موسى الترابيزه عليها اطباق مليانه شطه وفلفل حار. بصراحه انا خايف، وبعدين انا بحب الاكل بس ما بحبش الشطه. بس قشطه يعني، رجوله قدام الكاميرا بعون الله. انت رجوله في اي حته يا يحيى. اتلاقي نحنوحه ويلا عشان نبدا. اللي هيعيط الاول هيبقى اقل واحد فينا، اصل يابا. يلا بينا، وطبعا انا اخر واحد عيط، انا متاكد. وفعلا دوروا الكاميرا، بدأوا الاكل، وكل واحد فيهم بيبدا ينهار. موسى بيشرب ميه بسرعه، يحيى بيصرخ، وطار بيجري على التلاجة. موسى ايه؟ مش قلت انك اقوى واحد؟ يا جماعه هاتوا اسعاف. اسعاف ايه؟ قول المطافي. بصوا البنت سهر، هي البعيده ايه؟ ما عندهاش دم، قاعده بتاكلي مش حاسه بالشطه. ده انا هموت. سهر وهي بتاكل وفي منتهى الهدوء، وكانت باصه على الكاميرا. يا جماعه انا اللي كسبت، فباركولي بقى. ده اولا. ثانيا بقى انا بحب الشطه جدا ومتعوده عليها، فالموضوع بالنسبه لي عادي. هارد لك. والله احسن تحدي شفته في حياتي. موسى هو بيهوي على نفسه. وانت يعني خسرانه ايه؟ ما انت بتصوري. طب والله لما اكلك، تعالي بقى. واخد معلقه وطلع يجري وراها وهي بتصرخ وبتجري، وفي حديقه عامه بالليل. يعني هو يا استاذ موسى ما فيش تحدي غير ده؟ ايه التحدي اللي طلع من فيلم رعب ده؟ واحنا بقى نفضل فاتحين الكاميرا واحنا نايمين؟ يا بنتي فهمي، دي حاجه جديده ما حدش عملها قبل كده. يعني تحدي الشطه ده اتهرس في كذا حته، انما ده جديد. اسمعي مني، المهم اللي يصحى الاول هو اللي خسران. دي هتكون سهله جدا، انا بنام في اي مكان عادي. ايوه، ده انت حتى في الكليه بتنام وانت واقف. ما بيعملش حاجه في حياته يا جماعه غير الاكل والنوم. حقيقي كان الله في عونك يا اخي يحيى. الواحد بيشقى وبيتعب والله يا بنتي. يلا الحمد لله. هنام فين بقى؟ اختار موسى مكان في الجنينه معزول تماما وبعيد، وفرش فيه وبصلهم. يلا شغلوا كاميرا وهننام هنا. وفعلا عملوا كده واتغطوا وناموا. بس سهر كانت مرعوبه جدا. موسى انا بجد خايفه قوي، هو مش ممكن حيوان مفترس يطلع علينا هنا؟ لا ما تخافيش يا سهر، ما فيش حيوان مفترس بيطلع هنا. وبعدين الموضوع كله هزار. نامي بقى يا حبيبتي نامي. ايوه يعني التحدي ده برضو ايه الدنيا فيه؟ مش فاهم. مش كان المفروض نجيب اي حاجه نتسلى بيها وتسد بقى الجوع ده بدل ما الواحد جعان؟ طلعت شهد اكل. انا عامله حسابي عشان عارفه انك بتجوع. كل يحيى بص على سهر. شايفه الناس اللي بتفهم. معلش يا يويو، المره الجايه ابقى اجيب لك. بس فجاه سمعوا صوت غريب جدا جاي، واترعب طاهر. ايه يا جماعه؟ هو اكيد هنا مفيش حيوانات مفترسه صح يا جماعه؟ يعني على حد علمي كده لا مفيش. بس ايه الصوت ده؟ اتصدموا كلهم لما لقوا ديب جاي من ناحيه الصحراء. كان جاي من ورا وشكله يخض ويخوف قوي. بسرعه شدوا البطاطين واخدوا الموبايل وطلعوا يجروا وهم عمالين يصرخوا ويصوتوا. يا فكيك. بس حظهم انهم سابوا السندوتشات اللي كانت معاهم واللي عجبت الديب، وعشان كده جه عشان ياكلها. ما ريحتها جامده. اتجنن موسى. ولا تحدي ينجح، كل تحديات الناس بتهزقنا على الفيسبوك. ما فيش حد واحد نفع، وبعدين لازم نتصرف. عايزين تحدي عادل بقى. انا اللي عندي تحدي جديد، حاجه كده بقى هتكسر السوشيال ميديا. ورايا يا جماعه. بصوا لبعض بخوف، بس قرروا يشوفوا ايه التحدي ده. في مكان في الغابه معهم علب عسل كبيره. يا جماعه انا خايفه من النحل، انتوا متاكدين ان ما فيش اي حاجه هتطلع علينا هنا؟ احنا في غابه يا ماما. ما فيش نحل هنا يا جبانه. ايه دي بقى؟ بس فعلا فكره ان احنا نكون في وسط غابه وناكل عسل ونصطاد ونخيم هنا. لا فكره حلوه ولذيذه قوي. برافو عليك يا طاهر. طبعا يا بنتي. فاكره ايه يعني؟ ده انا رجل المهمات الصعبه. اي خدمه. ومسك برطمان العسل وفتحه. طبعا استاذ يحيى اللي هياكل عشان عارف انك تفس. ابدا سيادتك. بيبداوا ياكلوا العسل، وفجاه بيظهر نحل كتير ما تعرفش طلع لهم منين. اصلا هما شكلهم فقر. يا خبر، ده في نحل بجد. النحل جاي علينا، الحقونا.
اجري يا مجدي، قصدي يا موسى، النحل وراك يخرب بيتك. وطلعوا كلهم يجروا، وكالعادة التحدي باظ وكان منظرهم يضحك وهم عمالين يجروا في الغابة من كتر النحل. بعد كام يوم كانوا متجمعين تاني على القهوة. أنا عندي بقى تحدي يجنن. بس موسى اتعصب. محدش يتكلم، مش عايز اسمع تحديات من حد، انتوا اصلا بتقترحوا من غير ما نأمن نفسنا، ودي كارثة. انا المرة دي بقى انا اللي هقترح تحدي وانا اللي هنفذه وهقوم بتجهيزه وتخطيطه. ده انتوا صحوبية تشيل قرب بجد نحس. وفعلا كلهم سكتوا وخافوا منه. خدوا مودهم على شاطئ على البحر في الشتاء. الكل كانوا لابسين جواكت تقيلة والموج عالي جدا. يا جماعة التحدي ده يفرق على الانترنت، هيبقى نقلة تاريخية، اول مرة حد ينزل بحر في الشتاء، حاجة كده جديدة ومختلفة. هو فعلا حاجة جديدة ومختلفة ومتخلفة كمان. هنغرق كلنا، يا اما هنتجمد يا اما هنموت. بقول لك ايه، مش لازم القناة يعني تشتغل، مش عايزانا يا عم تشتغل. يا عم هي موتة ولا اكتر، وبعدين اللي بيموت غرقان بيموت شهيد. يلا استعنا على الشعب بالله، يلا بينا. بصراحة انا شايف ان ده مش تحدي، ده جنان. وبعدين يلا بينا فين؟ انا مش معاكم، انا مستحيل انزل اعوم وشعري يبل، سوري. وبعدين مين اللي هيصوركم؟ اكيد انا. بصوا كلهم لسهر. يلا يا رجاله اثبتوا نفسكم، العوم للرجاله والبحر للجدعان، خليكم جامدين واتكلوا على الله وانا هشجعكم من هنا. يلا هو هو هو. فعلا موسى ويحيى وطاهر بيلبسوا مايوهات وبينزلوا البحر، وكلهم بيجمدوا من برد درجه الحراره اللي غير طبيعيه دي. يا جماعه انا مش حاسس برجلي بجد، مش قادر. ده انا حاسس ان قلبي هيقف. هنا يا امه انا جعان جعان يا جدعان، والعوم هيخليني اجوع اكتر واكتر. لا روحوني. اللي هيطلع الاول هيبقى الجبان. قشطه. هو البعيد يا حلوف مش حاسس باللي احنا حاسين بيه؟ يلا بس يلا. الكل بيتحمل على نفسه، لكن فجاه موجه كبيره بتضربهم وبيطلعوا كلهم يجروا على الشاطئ وبيصرخوا لانها شديده جدا لدرجه انها كانت هتغرقهم، وهم اصلا مش قادرين يعوموا من التلج. شفتوا الرجاله دي مش قد التحديات، مش احنا اللي نحس، لا احنا اللي بنبوظ التحديات يا جماعه، صح؟ هو انا مسجله كل حاجه؟ لا، وكل حاجه لايف، يعني الف مبروك. وكانوا ماشيين في الشارع ومش عارفين يعملوا ايه لحد ما بص يحيى على محل عجل. اوبا، انا جات لي بقى حته فكره تحفه وهننفذها. الفيديو ده هيكسر الدنيا بدل الفيديوهات اللي احنا عملناها واتشتمنا فيها وما جابتش مشاهدات عليه ولا اي حاجه. شارع واسع في الحي، كل واحد مع عجله بمقاس غريب، عجله صغيره جدا وعجله ضخمه جدا وعجله بكرسي مكسور. كل واحد اختار العجله اللي عجبته. التحدي بسيط، نعمل سباق بالعجل الحلو ده، وعشان كده انا هشترك معاكم، الموضوع حلو. طاهر كان بيشاور على عجله صغيره. هو ده موتوسيكل اطفال ولا ايه؟ خليك في حالك، عجبني. الله. بيبدا السباق، بس الكارثه بقى ان في منهم ما بيعرفش اصلا يسوق عجل. العجله الكبيره مش عارفه اوقفها، الحقوني يا جدعان الحقوني. يا امي العجله الصغيره ديت بتزحلق مني كل شويه، مش عارفه اتحكم فيها يا جماعه. طاهر الكرسي بتاعه كان مكسور بيخليه يتطوح يمين وشمال. اما بقى شهد فكانت مستمتعه جدا لانها اختارت العجله اللي على مزاجها وعلى مقاسها، فما كانش عندها اي مشكله. وسهر بتصورهم وهي ميته ضحك. فجاه موسى دخل في عربيه فاكهه وطاهر بيخبط في عمود. اما بقى يحيى اخد حته مطب اتقلب على وشه واتعور. بصراحه انتوا موهوبين في كوارث يا لهوي. وفي بيت يحيى كانت شهد قاعده معاه بتطهر له الجرح اللي في وشه. مش عارفه اشكرك ازاي يا شهد، تسلمي يا رب. بس بالراحه والنبي لحسن ايدي تقيله قوي. دايست على الجرح بغيظ. انا ايدي تقيله يا جزمه؟ بدل ما تقولي ايدك حنينه تسلمي يا شوشو، ولا بتقولي كلمه حلوه وانا اصلا واخده بالي منك وانت بعيد عنك جبله ما بتحسش. كلك ذوق والله. شكرا يا ستي، شكرا ان انت الوحيده اللي في صحابي اهتميتي بيا. انا كمان بعتبرك اختي. هو انا ليه احسن منك فين بس يا شوشو؟ نعم يا حالتها اختك بقى، عماله في كل خروجه اجيب لك اكل وعامله لك التحديات في الاكل عشان تدفع، ودلوقتي عامله لك فيها ممرضه عشان في الاخر تقول لي اختك. هو البعيد ايه ما بيحسش؟ استغرب يحيى وكان مصدوم من كلامها، فكملت هي. يحيى بصراحه كده انا معجبه بيك ومن زمان قوي. ها بجد؟ بيا انا؟ ده انا كنت فاكر انك بتحب يعني موسى. لا بحبك انت يا غبي، ما انت لو تركز بس في حاجه غير الاكل والنوم كنت هتعرف. بس هقول لك ايه بقى، ما هي كده مرايه الحب عاميه بتخلي كوسه باميه وتخلي القرد غزال. هو انت كده بتشتميني ولا ده تعبير مجازي مش اكتر؟ لا يا حبيبي تعبير مجازي مش اكتر. خليك بقى في التعويره، تعالى لما اكملك الجرح تعالى. وفعلا كملت له الجرح وهو ابتسم. على فكره انا كمان كنت معجب بيكي وبحب اهتمامك بيا، بس كنت فاكر يعني انك بتحبي موسى، لكن بدل بقى ما طلعتي بتحبيني يبقى قشطه، انا كمان بحبك على فكره. وهو تيجي تونسيني بدل ما انا قاعد في البيت زي القرد كده، ونبقى انا وانتي قرود زي بعض، ونجيب سوداني وموز بالمناسبه يعني السعيده دي، ونتفرج بقى على جنينه الحيوانات. ولا انت ايه رايك يا غزال انت؟ ضحكت وبصت له بفرحه وهي مبسوطه مش مصدقه جنانه. منتهى رومانسيه
مفيش رومانسيه بعد كده، بس مش مهم، انا هعلمك كل حاجه ان شاء الله، واحده واحده هتبقى احسن. بس دخل عليهم طاهر. ما سمعتوش اخر الاخبار؟ شفتوا اخر فيديو جايب كام؟ احنا معديين، احنا ترند، احنا اكتر فريق كوميدي على اليوتيوب والتيك توك كمان، بقينا ترند يا متخلفين. احنا خلاص وصلنا للعالميه، احنا دلوقتي اكبر قناه ومذيعين بيتصلوا بينا عشان يجيبونا، وبقينا ترند بقينا ترند. ابتسم يحيى. شفتي انك وش الخير اهي ابتدت تنقط اهي، شكلنا كده هنلحق نوضب الشقه ولا ايه؟ استغرب طاهر وهو بيبص على الشقه. شقه اللي هتوضبها؟ ما الشقه حلوه اهي، دي زي الفل، ولا انت هتجيب شقه جديده ولا هتعزل ولا ايه نظامك؟ لا هتجوز بعيد عنك. ومين بقى بنت المجنونه اللي هترضى تتجوزك؟ دي اكيد وما دعا عليها. ضحكت شهد. الصراحه في دي بقى عندك حق، بس اتصدمت لما ركزت في الكلام وبصت له. ايه انت قلت ايه؟ هتتجوز؟ انت هتتجوز بجد؟ انت اكيد قصدك تتجوزني انا صح؟ ايوه هتجوزك انت، مش لسه قايلك بحبك؟ ولا انت كنت عايزه نقضيها صحوبيه وبعد كده بقى تسيبيني وتروحي تصاحبي غيري؟ اوعي تكوني كنت بتلعبي بيا وبتتسلي ها، وامشي انا بقى ابكي على حالي. يا بركه دعاك يا اما، اخيرا مش مصدقه، يا ريتني كنت قلت لك من زمان يا اخي. بس دخل عليهم موسى. التحديات اللي كانت كلها بتبوظ جابت نتيجه مع الناس، واحنا كده محتاجين نعمل تحدي ساخر يبقى جديد بقى. انا شايفه ان احنا نعمل تحديات زي ما بنعملها يعني، من غير ما نرتب ان هو ساخر. ولا اقول لكم لا هو كده ولا كده كان بيطلع ساخر، مش محتاجه يعني. بالظبط كده، انت عندك حق، احنا كده ولا كده اي حاجه بنعملها بتطلع بقى تافهه جدا، فمش محتاجه اصلا يا موسى ان احنا نجهز لها. وفعلا بدأوا يفكروا ويجهزوا تحدي جديد. وفي شارع شعبي كل واحد فيهم لازم يعمل مشهد درامي او مضحك قدام الناس، ولازم الناس تتبسط وتسقف لهم او تتأثر باللي هيعملوه. وفعلا هيبدأوا. انا اللي هبدأ، شوفوا يا جماعه. موسى بيمثل انه بقى بس متسول وبيصرخ على الناس. يا بيه برتقان، اشتري برتقان وادي لك عليه 4 هديه، اشتري برتقانتين وادي لك عليهم 2 جنيه هديه، طب خد العربيه كلها وعليها احمر هديه. الناس بتضحك عليه، ويحيى بقى بيمثل انه شخص فقد الذاكره وبيسأل الناس عن اسمه. انا مين؟ حد يقول لي انا مين يا جدعان؟ انا مين؟ انت عيل مجنون، هو ايه يا جدعان الهبل ده؟ قربت شهد وحبت تنقذ الموقف وبدأت تمثل. شهد بتمثل انها فقدت جزمتها وبتدور عليها في وسط الناس. جزمة شهودة راحت، جزمتي يا ناس، جزمة شهودة. بس الناس زهقت منهم، والعيال مسكوا الطوب وقعدوا يرموا عليهم، والتانيين طلعوا يجروا، والكل كان عمال يصور منظرهم اللي كان كوميدي جدا وبيشتموا فيهم. وسهر كانت ميتة من الضحك لدرجة انها مش قادرة تتكلم. بصراحة انا مش عارفة احنا ازاي بنعيش لحد دلوقتي، ده احنا لو كنا بنمثل في افلام كوميدية كنا هنكسر الدنيا. كفاية بقى ضحك، احنا بجد محتاجين نفكر في حاجة كلها قيمة، كفاية بقى تهريج وتفاهة. طب وبعدين هنعمل ايه يعني؟ الناس بتحب التهريج والسخافة، مين بقى يشوف حاجة هادفة؟ ليه لأ؟ لو الفكرة جديدة وجذابة الناس هتتفرج وتتعلم حاجة كمان. زي ايه بقى؟ نعمل فيديوهات تعليمي طبخ ولا نشرح بقى دروس رياضات؟ مش شرط كده، احنا ممكن نعمل حاجة بسيطة بس معبرة، حاجات زي التوعية او مساعدة الناس وبطريقة مسلية كمان. طب والله عندك حق، احنا ممكن نبدأ بتحدي يخدم الناس في الحي، يعني مثلا ننظف الشوارع، نرسم على الحيطان او نوزع اكل للمحتاج. فكرة مش وحشة، ولو صورنا باسلوبنا المعتاد ممكن تجيب تفاعل كبير. طب يعني بدل ما نعمل فيديوهات احنا اللي بنتمرمط فيها، نمرمط بقى نفسنا بس خدمة الناس. بالظبط كده، المرمطة دي ليها معنى. ماشي، بس دي فكرتكم، يعني انا ماليش دعوة لو الناس شتمتنا. لا دي مش مجرد فكرة، دي بداية جديدة ان شاء الله. انا متأكد المرة دي هنكسر الدنيا بجد. الشلة قررت على تنفيذ حملة تنظيف للشارع، معهم معدات التنظيف واكياس كمامة ومعهم كاميرا لتصوير اليوم. وسهر قالت يا جماعة ركزوا، احنا مش بس بننظف، احنا بنوصل رسالة، خلي كل واحد يعمل شغله بحماس عشان الناس تتحمس معانا. تمام، انا هبدأ من هنا وانتوا توزعوا على الباقي. شهد بتجمع كمامة ويحيى بيرش المية وطاهر بيحاول يكنس، بس الكنس بيفلت منه وبيتزحلق في المية. الحقوني، ايه ده؟ يا لهوي بقى يا طاهر، وانت بتكنس ولا بتزحلق؟ وطاهر بيحاول يقوم. اسكت يا اخي، المهم الشغل يخلص. الناس في الشارع بتبدأ تلاحظ الشلة وبتساعدهم، الأطفال بينضموا ليهم في التنظيف والكبار بيقدموا مية وشاي كتشجيع ليهم. شايفين لما نحاول نعمل حاجة مفيدة الناس بتساعد ازاي؟ بتساعدنا ايه؟ عاملين يجيبوا لنا في شاي ومية، انا جعانة يا جدعان. ابتسمت شهد بفرحة وهي بتطلع سندوتشات من شنطتها. يا روحي انت جعان؟ انا عاملة حسابي وجايبه لك اكل، خد يا قلبي، كل. يسلم لي يا ناس قلبه الحنين. يا خراشي، وحياة امك اول قبض هيجيلنا لا نتجوز. هتجوزك يا بت. ضحكت بفرحة. احنا طالعين على الهوا يا خفة، اللايف مفتوح، ها ركز شوية. وقضوا اليوم كلهم وهما مبسوطين وفرحانين قوي. وبعد كده كانوا قاعدين كلهم على القهوة وبياكلوا وبيحتفلوا بنجاحهم. النهارده بجد كان احلى يوم،
احساس انك بتعمل حاجه مفيده مختلف تماما. والاجمل من كل ده ان الفيديو جاب تفاعل ايجابي، الناس بتحب تشوف حاجه تنفعها. بس برضو مش هننسى الطبع بتاعنا، لازم بقى نضيف شويه هزار لاي حاجه بنعملها اكيد، بس في نفس الوقت نركز ان اللي احنا بنقدمه يكون ليه هدف. بصراحه انا شايف ان احنا على الطريق صح، بس ما تنسوش انا اللي فكرت فكره العسل والنحل دي. لا يا استاذ طاهر، فكرتك دي كان سبب اللي احنا فيه اصلا. خلاص كفايه جدل، يلا بقى نخطط لتحدي جديد ويكون اكبر وافضل. تمام، يلا نبدا بقى بكتابه الافكار، وافتكروا ان احنا بنبدا حياه جديده مليانه تحديات هادفه ومسليه. وفعلا كلهم بيبتسموا وكانوا فرحانين انهم هيبداوا حاجه جديده بتحديات جديده، وكانت افكارهم كلها هادفه وفي نفس الوقت كوميديه جدا ومسليه. في يوم دخل عليه موسى في القهوه وهو بيجري: مبروك يا جماعه، القناه بتاعتنا مسمعه كل حته ان احنا احسن برنامج هادف وبنقدم حاجات تفيد المجتمع، وفي 3 برامج مشهورين جدا طالبين يقابلونا عشان عايزين يعرفوا ايه اللي خلانا نغير فكرتنا. بعد ما كنا بنعمل كوميديا وهلس بقينا نعمل حاجات هادفه وكوميديه. يلا بقى عشان نبدا نجهز نفسنا للنقله الكبيره اللي هتحصل لنا. الكل ابتسم بفرحه. وبالمناسبه الحلوه دي انا عازمكم على اخر الاسبوع على خطوبتي. اتصدمت شهد: خطوبتك؟ طب وانا يعني بعد كل السندوتشات والاكل ده كله وفي الاخر بقى تروح تخطب واحده من غيري؟ قصدي غيري. ما تمرش فيك التمريض اللي عملته لك والاكل اللي عمال اكله لك. تصدق بالله هي الرجاله كلها واطيه. فتح بقه بصدمه من كلامها. وبعد ما خلصت: احنا يا شيخه الواطيين؟ طب ابلعي ريقك واديني فرصه اتكلم. يخرب بيتك، ماسوره مجاري اتفتحت عليا. انا اقصد يا غبيه اخطبك انت يا هبله. هو انا اعرف حد غيرك اصلا؟ انا 24 ساعه معاكم، هكون عرفت منين يعني واحده؟ ها تصدق صح، انا قلت يعني ممكن تكون ست الوالده جابت لك واحده ولا حاجه. ست الحاجه هتجيب لي واحده منين؟ دي في المقابر يا شهد، انا امي ميته، انا عايز تفرض بطولي. ايوه يعني احنا دلوقتي نبارك ولا نعمل ايه؟ يعني هتفشكلوا الجوازه ولا هتكملوها بخناقكم ده؟ بعد الشر، فلا الله ولا فالك فيها وليا. ده انا ما صدقت ان بعيد نطق. اوكي انا موافقه على اخر الاسبوع. وهنتجوز امتى بقى عشان اطبخ لك واروق لك وامسح لك واكنس لك؟ ياه انت مش متخيل يا يحيى انا بحبك قد ايه. مش كنت واطي من شويه؟ صنف عايز الضرب بالجزمه. تصدقي مش عايزه اتجوز، اقول لك انا كده عايش براحتي، برنس كده في نفسي. واخد بعضه وقام مشي. فتحت هي عيونها بصدمه وغيظ: ايه ده؟ هو بيتكلم بجد؟ اكيد لا صح. استنى يا يحيى، استنى يا يويو يا حبيبي، ده انا بموت فيك والله بحبك، استنى. وطلعت تجري وراه. ضحكت سهر عليهم جامد، بس استغربت لما لقيت موسى بيبص لها بحب. ايه ده؟ في ايه؟ انا حاسه انك بتسبل صح ولا عيونك وجعاك؟ في ايه يا برنس؟ الصراحه يا سهر كنت باجل اي كلام في اي حاجه لحد ما نبقى حاجه كده ونقف على رجلينا، وانا الحمد لله شغلي كويس والقناه دلوقتي اهي كمان ربنا كرمنا فيها لما فكرنا فيها صح. سهر ما تيجي نتجوز احنا كمان، ايه رايك؟ اتحرجت جدا واتكسفت. انت بتتكلم جد؟ يعني انا وانت نتجوز؟ لا لو كده بقى يبقى خد لك ميعاد من بابا. جه يمسك ايديها شدتها بكسوف وطلعت تجري على بره. قام وراها: استني بس يا مجنونه، طب قابل بابا امتى؟ يا بت بحبك يا سهر، انت يا بت يا سهر الليالي بحبك. وخرج وراها. كل ده وطاهر كان قاعد بيتفرج عليهم. وبعد ما مشوا كلهم بص على كرسي وعلى كوبايه الشاي اللي قدامه. اعتقد كده ان احنا كنا عازلين في الموضوع ده، مش كده ولا ايه؟ ما بقاش فاضل غير انا وانتم. شكلي كده انا اللي همسك الشمع في الفرح. عقبال يا رب ما الاقي بنت الحلال. يلا مش مهم. وقعد يشرب الشاي. ولحد هنا خلصت القصه خالص. ولو عجبتكم اعملوا لايك وشيرنا. قلبي برتقان بسرة، ملكك وانتي حرة، تعصري عصير. الله قلبي كمثرية ناشفة بس فيها بذرة، بتحب بضمير. الله قلبك بطيخة سيفي قرعة، بختي وجاي قرعة والبطيخ كتير. الله. ده كان صوت نرمين اللي واقفة على الديسك وبترقص وبتغني، وجنبها مازن بيطبل لها ورباب كمان بترقص. في مدرسة الفاروق للثانوية ميس عطيات دخلت والفصل كله جمد في لحظة. نرمين بتسكت وبتقف باحترام. مازن رفع ايده على الديسك وهو بيعمل نفسه بريء، ورباب واقفة مكانها. يا لهوي، جات لنا هي اللي هتكفر ذنوبنا وذنوب أجدادنا كمان. عطيات بصت لهم بغضب: الهطل ده فصل ولا كباريه؟ الفصل كله ساكت حتى لما لهمش دعوة بالحفلة. كلهم عارفين ان ميس عطيات مش بتهزر. بصت على نرمين: انت يا بنت انت بقى فاكر نفسك ايه؟ ام كلثوم ولا الشحرورة؟ وانت يا موسيقار اللي اسمك مازن المفروض تذاكر نحو وبلاغة، مش بتطبل على 1:30. اما رباب فكان بتحاول تدارى ورا اقرب حد، لكن ميس عطيات لمحتها: وانت يا استاذه فاكر نفسك سوفينار ولا يمكن يا بنت جوهره؟ ليلتكم هتبقى بتنجاني كلكم على مكتب النظره حالا. خلي البرتقان ينفعكم بقى.
التلاتة راحوا لمكتب النظرة وكانوا باصين في الأرض. ميس عطيات واقفة وراهم وعينيها بتبرق بغضب. النظرة واللي اسمها ميس إيناس كانت قاعدة على مكتبها. حد عندكم أي مبرر منطقي للفوضى اللي حصلت في الفصل؟ كنا بس بنهزر شوية يا ميس. تهزروا جوه الحصة؟ دي مدرسة دي ولا مسرح غنائي؟ لا طبعا مدرسة يا ميس، بس كنا بنريح دماغنا شويتين. انت عارفة بقى ضغط المذاكرة والدروس وكده يعني. على أساس إنكم أصلا بتذاكروا؟ هو أنا مش عارفة إنكم مقضينها؟ يا ميس احنا كنا بنمارس نشاط فني، يعني حاجة مفيدة. ايه نشاط فني يا بنت انتي؟ هو احنا في معهد موسيقى ولا معهد الرقص الشرقي؟ انا زهقت قوي من شكاويكم المتكررة دي. عقابكم بقى هيكون شديد المرة دي. مفيش فسحة لمدة اسبوع وهتفضلوا واقفين عند باب الفصل طول الفسحة تشرفوا على النظام. هو طبعا هنتصل بأهاليكم. التلاتة بصوا لبعض بصدمة. اتصال بأهاليهم ده العقاب الحقيقي. طب ميس ممكن نكتفي بعد الفسحة؟ اتصال ده ملوش اي لازمة والله. مفيش تفاوض. يلا على فصولكم حالا، واخر مرة اسمع عن حفلات غنائية عندي في المدرسة، مفهوم؟ خرجوا التلاتة من المكتب وهما في قمة الإحباط. مازن بص على نرمين. يعني كان لازم يعني تغني بصوت عالي؟ سمعتنا واتقفشنا. وانت يعني كان لازم تبطل؟ ما كنت يعني تتفرج وانت ساكت. طب وانا ذنبي ايه؟ انا رقصت بس ما عملت الصوت. الاتنين بصوا لبغيظ وبعدها كلهم رجعوا على الفصل. بره بقى المدرسة كانت إسراء واقفة مع مامتها اللي اسمها هند. أنا عارفة يا حبيبتي إن أنتي متعلقة بمدرستك القديمة وصحابك، بس الظروف حكمت علينا إن احنا ننقل. صدقيني مع الوقت هتحبي المكان الجديد وهتلاقي صحاب كويسين. ماما هو ما فيش أي أمل أرجع تاني لمدرستي القديمة؟ كل حاجة هنا شكلها غريب، شكلهم مختلف عني. كل بداية جديدة بتكون صعبة، بس انتي قوية يا إسراء وأنا واثقة إن انتي هتقدري تتأقلمي. جربي تتعرفي على حد النهاردة حتى لو بس تسأليه عن حاجة بسيطة. هشوف، بس مش متفائلة قوي يعني. تفائلي يا بنتي وخلي عندك أمل. يلا ادخلي وأنا هستناكي ترجعي بالباص. ربنا يوفقك يا حبيبتي. إسراء أخدت نفس عميق وبعد لحظة تردد دخلت المدرسة. الجو كان زحمة والطلبة بيتكلموا وبيضحكوا وهي حاسة إنها غريبة وسطهم، لكنها عرفت إن لازم تجرب. ميس إيناس شافتها وقربت منها. انتي طالبة جديدة مش كده؟ إسراء هزت راسها بتوتر. طب تمام، تعالي معايا هوصلك الفصل بتاعك عشان تعرفي على زمايلك. إسراء مشيت جنبها وهي حاسة إن قلبها بيدق بسرعة وهي بتمر بين الممرات اللي مليانة طلاب وبيتكلموا وبيضحكوا. المدرسة شكلها مختلف عن مدرستها القديمة وكل حاجة فيها جديدة عليها. ميس إيناس فتحت الباب وكل العيون اتوجهت ناحية إسراء اللي واقفة متوترة على العتبة. صباح الخير يا شباب، معنا طالبة جديدة النهاردة واسمها إسراء، يا ريت ترحبوا بيها وتساعدوها إنها تتأقلم. نرمين اللي كانت لسه قاعدة متضايقة من العقاب همست لمازن. واضح إن احنا نلاقي حد جديد نتسلى عليه من هنا ورايح. لا بس البنت شكلها صاروخ. ايه ده؟ صاروخ ايه؟ انت اعمى؟ اسكت بقى بدل ما اقول لميس إيناس. انت حر. رباب بما انك يعني اجتماعية خليكي مسؤولة عن تعريف إسراء عن المدرسة. طبعا يا ميس، اعتبريه حصل. إسراء راحت قعدت جنب رباب وبدأوا يتكلموا. وفي آخر ديسك كريم كان نايم وجنبه عبير. كيمو ولا كيمو يا كيمو، بقولك ايه، اصحى كده، في طالبة جديدة ودخلت الفصل. انت عم. كريم بكسل وهو مش راضي يفتح عيونه. طالبة جديدة وبعدين هتوزع علينا شوكولاتة يعني ولا ايه؟ يا غبي لأ، بس قوم شوفها يمكن تعجبك. جميلة يعني ولا نص نص؟ يعني شكلها هادي، مش عارفة ذوقك في الجمال عامل ازاي، بس شكلها بنت ناس قوي. كريم قعد وبصلها بإعجاب. ايه الجمدان ده؟ بقولك ايه، ما تبدلي معايا، انا عايزة تقعد جنبي. انسى، الكرسي بتاعي مش هسيبه لو فيها موتي. ماشي يا ستي، ميسيرك بقى تحتاجيني وقتها ولا عبرك. قطعهم دخول ميسيو عرفة مدرس اللغة الفرنسية. بونجور عليكم، والفصل كله رد بكسل. بونجور ميسيو. بونجور ميسيو بصوت اعلى، حسسوني انكم في مدرسة مش في جنازة. يلا. كريم همس لعبير وهو بيضحك. مش هيقتنع غير لما نعملها بقى بالطبل. عرفة لاحظ ان كريم بيتكلم. كريم قوم اقف، ترجم لي جملة اللي على السبورة. يلا. كريم رفع راسه ببطء وبص على السبورة، لقى جملة معقدة كأنها طلاسم سحرية فبلع ريقه. يعني يا ابني ما تنطق، يعني ايه؟ ولا ناوي تفتح جوجل بقى ترانزليت زي ما بتعمل في الامتحانات؟ الفصل كله ضحك، لكن إسراء كانت قاعدة متوترة جدا خايفة يجي دورها فجأة. ميسيو عرفة لفت نظره البنت الجديدة فبص لها. انتي طالبة جديدة صح؟ اسمك ايه؟ إسراء. اسمي إسراء. طيب يا إسراء تعالي بقى ترجمي لنا الجملة دي بدل كريم بيه، نشوف شطارتك. الفصل كله بص على إسراء اللي أخدت نفس عميق وبصت للجملة على السبورة وبكل ثقة قريت بصوت واضح. الأصدقاء هم الزهور في حديقة الحياة. الفصل كله سكت لحظة. برافو، تغيب يا
كريم بص لعبير بصدمة. ايه ده؟ هو احنا جبنا نابليون معانا في الفصل ولا ايه؟ لا دي شكلها طالبة بجد، مش زي ناس نايمة طول الوقت. واضح ان انت مجتهدة يا اسراء، ده شيء كويس جدا، خليكي كده وما تضيعيش مستواكي مع الكسل اللي في الفصل. اسراء قعدت مكانها وكملوا الحصة. وبعد يوم دراسي طويل كل الطلبة نزلت عشان تركب الباصات، وفي الباص كانوا كالعادة بيغنوا وبيرقصوا. يلا يا جماعة مستعدين؟ لازم نختم اليوم بأغنيتنا المعتادة. وفجأة بدأ صوت نرمين ورباب يعلوا صوتهم ويغنوا بحماس. ايه اليوم الحلو ده؟ الباص كله تقريبا ردوا وراهم بصوت عالي. ايه الناس الحلوة دي؟ إسراء كانت قاعدة ساكتة بتتفرج عليهم وهي مش مصدقة كمية الطاقة اللي عندهم. يلا يا إسراء غني معانا، ما ينفعش تقعدي كده ساكتة، يلا. أيوة بس أنا. مفيش بس، عندنا قانون في الباص، كل الناس بتغني. إسراء ضحكت وبدأت تغني معاهم. ما تخافيش، احنا كده بنحب نرحب بالأصدقاء الجداد. إسراء ابتسمت وحست إن أخيرا إن المدرسة دي مش هتكون وحشة زي ما توقعت، بالعكس يمكن تكون بداية جديدة وممتعة. نرمين كانت قاعدة في آخر الباص بتتظاهر إنها مكملة الغنى والضحك، لكن في الحقيقة كانت حاسة بغيظ مش طبيعي. طول عمرها متعودة تكون مركز الاهتمام، وأي طالبة جديدة بتدخل مدرسة بتفضل تاخد وقت طويل على ما تندمج، لكن إسراء لأ، دي في أول يوم ليها وكل الناس بتتكلم عنها، خصوصا بقى مازن وكريم. مازن طول الطريق كان بيتكلم معاها، ونرمين قربت من عبير. إلا قولي يا بت، إيه رأيك في إسراء بقى؟ شكلها بنت لطيفة وعندها شخصية شاطرة كمان، ليه بتسألي؟ ولا حاجة، بس واضح كده ان عندها موهبة خطف الأضواء بسرعة. انتي غيرانة منها ولا ايه؟ أنا؟ لا طبعا، بس مستغربة، يعني كريم ومازن عمرهم ما اهتموا بأي طالبة جديدة بالشكل ده. عبير لمحت نظرة الغيرة في عينيها وفهمت على طول ان نرمين مش مرتاحة لإسراء، لكنها قررت ما تديهاش فرصة تحول موضوع العداوة. يا بنتي بقى بلاش الأفلام الهندي، إسراء لسه جديدة وكلنا بنحاول نخليها ترتاح، وبعدين ما انتي عارفة كريم ومازن دايما بيحبوا الهزار مع أي حد، ما تكبريش مواضيع. نرمين هزت دماغها وسكتت. بعدها الباص وقف ونزلت نرمين اللي كانت باصة عليهم لحد ما مشيوا. وبعد وقت إسراء دخلت البيت وهي حاسة بتعب، مش عشان اليوم كان شاق، لكن عشان كان مليان مشاعر مختلفة، توتر، حماس، ضحك. هند كانت مستنياها. هاي يا ستي، إيه الأخبار؟ أول يوم في المدرسة الجديدة كان عامل إزاي؟ يعني كان كويس مش وحش. كويس بس كده؟ ده انت كنت راجعه يعني من مدرستك القديمه متضايقه ومش عايزه بقى تروحي المدرسه الجديده، دلوقتي بقى كويس؟ احكي لي بقى، عملتي ايه؟ عملتي اصحاب؟ المدرسين عاملين ايه؟ بصراحه الجو كان غريب، الفصل كله مجنون، بيغنوا في الباص وبيتكلموا طول الحصه، وعندهم نظام كده ان محدش يقدر يكون منطوي وسطهم. كويس جدا، يعني اندمجتي معاهم صح؟ يا ماما شويه يعني. طب يلا غيري هدومك عشان نتغدى وبعدها نروح على المحامي. وبعد وقت هي ومامتها راحوا على المحامي اللي متابع قضية أبوها. يعني في أمل شريف يخرج من القضية؟ أنا مش هنكر يعني إن أمل ضعيف، بس طالما هو بريء هيطلع منها. يا ريت يطلع، أنا بابي وحشني قوي، مش عايزاه يفضل في السجن. وفضلوا يتكلموا مع المحامي، وبعدها كانوا خارجين من المكتب. وبعدها إسراء اتفاجئت لما شافت رباب في وشها. إيه ده إسراء؟ أنتي بتعملي إيه هنا؟ مفيش، أنا كنت جاية عشان أزور أنكل محمود، وأنتي بقى جاية ليه؟ ايه الصدفة دي؟ ما هو أنكل محمود دوت يبقى بابايا، ما تيجي ندخله سوا؟ معلش خليها بعدين. إسراء مشيت مع مامتها، ورباب دخلت لباباها وسألته عن إسراء، واتفاجئت إن أبو إسراء في السجن لأنه متهم في قضية غسيل أموال. وتاني يوم في آخر اليوم الدراسي نرمين كانت واقفة مع إسراء. بقولك يا إسراء، معلش ممكن تيجي معايا الحمام؟ إيش معنى؟ هو في حاجة؟ لا بس مش عايزة أروح لوحدي، ممكن؟ نرمين صممت واخدت إسراء وراحوا على الحمام. وجوه الحمام نرمين بصت لها بخبز. ايه بقى يا عسل، مستريحة في مدرستنا ولا ايه؟ يعني عادي. شكلك مبسوطة قوي، ومن اول يوم ليكي قدرتي تاخدي كل الاضواء بسهولة. كريم ومازن بقوا فجأة كده معجبين بيكي، المدرسة كلها بتتكلم عن الطالبة الجديدة، مش حاسة انك متسرعة شوية؟ انا متسرعة؟ طب في ايه؟ انا ما عملتش حاجة، الناس كانوا لطاف معايا وانا كنت لطيفة معاهم، فين المشكلة؟ المشكلة بقى ان انتي بتتصرفي كأنك ملكة المكان، احنا اللي هنا من زمان وانتي لسه دخيلة. هو مش اي دخيلة. إسراء بدأت تحس بالخوف وكانت هتخرج، بس نرمين زقتها وقعتها في الارض، وجريت خرجت من الحمام ووقفت عليه من بره. انتي بتعملي يا مجنونة؟ افتحي الباب، خدي وقتك يا قمر، فكري كويس في مكانك في المدرسة، ولما تقتنعي يمكن حد يجي يفتح لك الباب. سلام يا قمر. نرمين افتحي الباب دلوقتي يا بنات، حد سمعني؟
لكن الحمام كان فاضي والجرس ضرب بيعلن عن انتهاء اليوم الدراسي. وفي الباص رباب قاعدة جنب نرمين. بقولك ايه، ما شفتيش إسراء؟ لا، تلاقيها راحت في داهية. حرام عليكي، انتي لو تعرفي ظروفها هتصعب عليكي. هتصعب عليا انا؟ ليه ان شاء الله؟ ايه ظروفها بقى؟ هقولك على حاجة بس وعديني ما تقوليش لأي حد. ها؟ وعدة خلاص، اوعدك. قولي بقى يلا. اصل إسراء باباها مسجون والبنك حجز على كل فلوسهم، عشان كده جت المدرسة هنا، وهي دلوقتي بتمر بظروف صعبة، لازم كلنا نكون جنبها. ابتسمت نرمين بشر. نرمين، انتي وعدتيني انك مش هتقولي لحد. ها؟ طبعا انتي عارفاني، مستحيل ارجع في كلامي ابدا. وعند إسراء اللي كانت خلاص قربت تيأس انها تخرج، وفجأة الباب اتفتح وكانت ميس إيناس. هي إسراء، انتي اللي دخلك هنا؟ إسراء كانت منهارة وبتعيط. انا عايزة مامي، لو سمحتي كلميها. ايه دي يا حبيبتي؟ طيب وانا هتصل بيها، فهميني بس ايه اللي حصل. إسراء راحت معاها على المكتب وحكت لها كل اللي حصل. تأكدي بقى ان انا هرجع لك حقك، بس بكره، لان كل الاولاد مشوا من المدرسه بما فيهم نرمين. وتاني يوم في طابور الصباح نرمين قربت من إسراء. يا ريت تكوني اتعلمتي الدرس وما تحلميش تاني. ها؟ على فكره ميس إيناس عارفه كل حاجه وهتفصلك من المدرسه بعد ما هتبعت تجيب اهلك. تمام، وانا برضه هقول للناس باباكي فين. بتهيألي بعدها محدش هيحب يتعامل معاكي ولا ايه؟ حست إسراء بالحزن. بابي، والله العظيم بابي مظلوم، هو ما عملش حاجه. والله بقى لو مش عايزه المدرسه تعرف باباكي فين، تقدري تحطي لسانك في بقك وما تقوليش ان انا اللي قفلت عليكي الحمام. إسراء سكتت وجات ميس إيناس قدام انتي وهي على المكتب. إيناس اخدتهم على المكتب. زميلتك امبارح قالت ان انتي حبستيها في الحمام وكنتي قصده ده. انا؟ ازاي يعني؟ طب ده انا بحب إسراء قوي، مش ممكن اعمل فيها كده ولا ايه يا ايسو؟ إسراء عيونها دمعت وسكتت. قولي إسراء، مين اللي عمل كده فيكي؟ مش عارفه، مش فاكره مين. نرمين ابتسمت. يعني ايه مش فاكره؟ يعني مش نرمين هي اللي عملت كده فيكي؟ لا مش متاكده. بعد اذنك يا ميس إيناس، ممكن تكلمي مامي عشان تيجي تاخدني، انا تعبانه. طيب بما اني بقى براءه، انا همشي بقى عشان مش عايزه اتاخر على حصه ميسيو عرفه. نرمين مشيت. قولي لي إسراء، لو في حد مخوفك او مضايقك احكي لي. لا مفيش، انا عايزه اروح البيت. اتصلت إيناس بهند اللي جت بعد وقت واخدت بنتها، وطول الطريق كانت ساكته ومش بتتكلم. ولما وصلوا البيت، مش هتقولي بقى ايه اللي حصل؟ انتي من امبارح متغيره. مامي انا مش عايزه اروح المدرسه دي تاني، لو وصلت ان انا بطل التعليم نهائي مش مهم. ايه دي؟ طيب يا حبيبتي قولي لي ايه اللي حصل. انا قلت لك قراري ومش هتراجع عنه. إسراء سابتها وراحت على اوضتها. وفات اسبوع تقريبا وإسراء مش بتروح المدرسه ولا حتى بترد على تليفونات صحابها لما بيتصلوا بيها. وفي وقت البريك كان الطلبه كلهم متجمعين. هي ايسو ما بتجيش ليه؟ انا بكلمها كل يوم ومش بترد عليا، وانا كمان بكلمها بس مش بترد. بقول لكم ايه، شكل في حد كده فيكم زعلها، اعترفوا بدل ما اخليكم بقى تتكلموا بطريقتي. انا مستحيل. طب ايسو ديت حاجه كده طريه زي الكنافه بالمانجا، انا برضو زعلها؟ ولا انا اخر مره كنت متفق معاها تديني درس فرنساوي، اصلا انا الفرنش بتاعي بعافيه شويه. بقول لك انت وهو ما فيش بقى على لسانكم غير ست إسراء دي، ما تفككم منها وخلينا في نفسنا. والله شكلك كده من نفسنا منها. انا انفس من دي؟ لا طبعا. ودي اصلا تيجي جنبي ايه؟ من يوم ما ميس إيناس اخدتكم من طابور وودتكم على مكتبها، وبعدها إسراء تعبت وبعدها روحت وهي ما جتش تاني مدرسه. هو ايه اللي حصل يومها؟ ها يا بنتي ما فيش حاجه حصلت، ويا ريت بقى نغير السيره، ولا اقول لكم اتكلموا براحتكم، انا ماشيه. نرمين وهي ماشيه خبطت في عبير اللي كانت جايه. في ايه؟ مالها نرمين؟ فوقك منها وتعالي قولي، تعرفي توصلي لإسراء؟ بنكلمها مش بترد. كنت هنسى، إسراء خلاص هتنقل مدرسه تانية. امبارح اتقابلنا في درس العربي وقالت لي كده. ليه كده؟ ده احنا خلاص اتعودنا عليها. مش عارفه بقى، هي اللي مصممه. وعند إسراء اللي كانت قاعده في اوضتها وبتذاكر، هند دخلت عليها. عندي ليكي مفاجاه وهتعجبك قوي. ايه يا ماما خلاص نقلت المدرسه؟ رحت واحده تانية؟ لا يا حبيبتي، باباكي بقى يخرج النهارده، المحامي كلمني وقال لي انه خلاص قدم دليل براءه وهيخرج على طول. وقفت إسراء فضلت تنط وهي مبسوطه جدا. الله، كده بقى محدش هيقدر يضايقني تاني اخيرا. ايه ده يا بنتي؟ تقصدي ايه؟ هو في حد عمل لك حاجه؟ ها؟ لا مفيش، ما تشغليش بالك، تعالي بقى نجهز ونستنى بابي. وبعد شويه ابوها وصل، وإسراء بقى كانت مبسوطه قوي وقضت معاه معظم الوقت.
وتاني يوم إسراء صحي بدري وقررت إنها تروح المدرسة بعد ما صرفت نظر عن موضوع نقلها. وفي المدرسة كل الشلة أول ما شافت إسراء لفوا حواليها. كده يسو عايزة تسيبينا وتمشي؟ ومين بقى يغششني في الفرنش؟ وأنا هون عليكي برضو، أمال مين بس اللي هيغطي عليا لما انام؟ سيبك منهم، كلهم أصلا بتوع مصلحتهم، بس انتي بقى نورتي المدرسة اللي كانت وحشة قوي من غيرك. وأنا كمان مبسوطة إن أنا رجعت. قولولي نرمين فين؟ شفتها قاعدة هناك عند الكانتين. تمام، خليكم هنا، هروح أسلم عليها وارجع تاني. إسراء سابتهم وراحت عند نرمين اللي كانت قاعدة مع مجموعة من بنات. ولما نرمين شافتها بصت لها بسخرية. ايه، ما حرمتش من المرة اللي فاتت؟ هو جايلي برجليكي؟ بصي بقى، أنا مش ضعيفة ولا خايفة منك، أنا جاي أعمل معاكي اتفاق. هتبقي كويسة ومحترمة، تمام، هنبقى زمايل واخوات. هتقلي في أدبك، مالكيش عندي غير الجزمة. الله الله، دي القطة كيوت اللي عليها لسان. طالما كده يبقى المدرسة بقى كلها لازم تعرف. نرمين كانت بتعلي صوتها عشان الكل يتجمع حواليها. الأستاذة اللي رسم عليكم دور البراءة والملاك الطاهر أبوها هيبقى مسجون في قضية كبيرة. في نفس الوقت ده وصل شريف أبوها مع ميس إناس. تعالوا يا بنات، أعرفكم بقى بالمهندس شريف نصار، وياريت تشكروه وتشكروا زميلكم إسراء، لأن باباها هيبرع على المدرسة بمبلغ كبير هيساعدنا إن احنا نرمرم المبنى القديم. يلا. الكل بقى بيبص لنرمين بكل سخرية، وبعدها بصوا لإسراء وكانوا بيشكروها. عدت الأيام ونرمين تقريبا كده بقت منبوذة من الكل بسبب تصرفاتها عكس إسراء اللي بقت محبوبة من الجميع. وبعد كام شهر في امتحان آخر السنة، الامتحان كان صعب جدا وكلهم كانوا قاعدين متنحين ما عدا إسراء اللي كانت مركزة في الورقة وبتحل. كيمو، قول لي أي حاجة، أنا هسقط يالا. بقولك إيه، معاك آلة حاسبة؟ أنا نسيت بتاعتي. آلة يا غبي، إحنا في امتحان التاريخ. يا عم عايز أحسب محمد علي مات إمتى؟ بيقولوا إن هو مات وهو في سن 70. 70 ولا 50؟ هتستفاد إيه؟ ها؟ اسكت، أنت أصلا شكلك ساقط. عبير، بيرو يا عبير، قوليلي مين اللي قضي على الدولة الصفوية؟ أيوة، أنا كنت مذاكراها. افتكرت، بسبب كثرة الضرايب وضعف الحكام. حكام يخرب بيتك، ده بيقولك مين يا بنت عبير، ركزي كده. أنا لو ما نجحتش بقى السنة دي كمان أبويا هيقعدني في البيت. يا أختي ما أنا مش عارفة، الأسئلة دي جاية بره المنهج، دول مستقصدين على فكرة. طب بقولك إيه، ما تيجي نشوف البت إيسو، يمكن تنفعنا بأي حاجة. بس إيسو، بنت يا إيسو، قول لنا أي حاجة اللي هي تتستري، هنتشلوح كلنا. عايزة أني سؤال بالظبط. بصي قولي لي الصح والغلط وبعدها الاختيارات. إسراء كانت بتمليهم الإجابة والمراقب سمعها. ايه اللي انتوا بتعملوه ده؟ تحبي اعمل لك محضر غش؟ انا والله ما عملت حاجة، انا بس كنت بقول لها على حاجة. الحاجة دي تقوليها بره مش هنا. يلا كل واحد يبص في الورقة بتاعته، قدامكم بالظبط نص ساعة وهلم الورق. مش عزيز الكلب، طب وربنا بقى لاستناك بره. وبعد الامتحان كلهم اتجمعوا 100% شايلينها قبح كلنا. ما تفكرنيش، انا بحاول انسى. طب تعالوا ناكل، لازم ننسى اللي حصل ونبلع بقى بايس كريم. إسراء جت. ها يا جماعة، أظن بقى الامتحان سهل موت. سهلة قوي، سهلة خالص، والدليل بقى ان احنا كلنا ساقطين زي ما انت شايفة كده. ليه كده؟ انتوا اكيد بتهزروا. مش بنهزر، بس فعلا احنا عاكين خالص. اصل التاريخ مادة رزلة قوي ومش بنحب نذاكرها. طب قوليلي المادة اللي انتوا بتحبوها. انا اصلا عموما يعني ما بحبش التعليم، كان نفسي اطلع شرم واعيش هناك مع الشمس والهواء والطبيعة، وانا اخري السنة دي واروح لاخويا بقى كندا ابقى اخد اي شهادة من هناك. انا بقى حاجة كده مختلفة، ناوية اطلع مدرسة عشان انفخ المدرسين والطلبة كمان. هو انتي بقى يا بيرو ناوية على ايه؟ بابا مصمم ان هو يقعدني بعد الثانوية واتجوز، شايف ان التعليم ملوش لازمة. طب ما تحاولي تقنعيه ان التعليم مهم جدا. فكك مننا وقولي لي بقى انت ناوية على ايه؟ ناوية ادخل كلية الحقوق، عايزة اكون محامية عشان ادافع عن اي حد مظلوم. ما غلطتش انا لما حبيتك من اول نظرة، صاحبة القلب الطيب. إسراء اتكسفت. طب يلا يا خفيف، عندنا درس، خلينا بقى نروح نجهز. طيب يا جماعة سلام بقى، عشان بابي مستني بره. إسراء سابتهم ومشيت. على فكرة بقى إسراء مش بتحب الكلام ده، بلاش بقى تزودها معاها في الهزار. ها؟ أنا مش بهزر، أنا فعلا بحبها وكنت مستني يعني تخلص الامتحانات وهقول لها على طول. مش شايف إن أنت مستعجل حبتين؟ وخصوصا بقى إن لسه يعني بدري عليكم. لا مش لسه بدري ولا حاجة، أول ما أخلص الامتحانات هقول لها وهي بقى تقرر. وبعد أسبوعين انتهت الامتحانات. ياه أخيرا خلصنا، ده كان هم كبير على قلبي. على أساس إنك كنت مقطع كتب في المذاكرة وأنت أصلا كل يوم سهران الصبح على البلاي ستيشن. ها؟ بقول لكم إيه، من هنا بقى ورايح محدش يجيب سيرة المذاكرة والتعليم، كلهم أسبوع ولا 2 ونشوف صورنا في أخبار الحوادث. لا مش للدرجة دي. بقول لكم إيه، عايزين نتقابل بقى في الأجازة، قولوا لي ناويين على إيه؟
الاول يعني في حاجه كده كنت عايزه اعترف لك بيها. اسراء حست بتوتر. حاجه ايه دي؟ مازن طلع ورده من جيبه. انا معجب باحلى بنت معانا في المدرسه، تسمحي بقى تديها الورده دي؟ يا سلام، وانا اديها لها ليه؟ هو انت اتشليت؟ اديها لها انت. يا بت انا معجب بيك انت، والله انت. هو في بنت يعني احلى منك في المدرسه؟ بطلي بقى غباوه. ايه اللي انا سمعته ده صح؟ ايوه اقسم بالله ايوه، بحبك يا بنت المجانين. وانا كمان يعني معجبه بيك، بس مش هقدر اوعدك بحاجه غير لما تنجح وتدخل الجامعه. جامعه؟ هو انا لسه هستنى جامعه؟ امر الله، يا رب انجح بقى يا رب. فاتت الايام والنتيجه ظهرت، وكلهم فعلا نجحوا واتفقوا سوا يدخلوا نفس الكليه، وهي كليه الحقوق. وزي ما كانوا مع بعض في الثانويه كملوا سوا في الكليه. ولحد هنا خلصت تبدا قصتنا. احب اعرفكم بنفسي، انا اسمي مينا وعندي 35 سنه، متجوز وعندي بنوته اسمها مارينا، وبحب مراتي وبحب حياتي. وفي يوم روحت شقه امي. ايه يا ست الكل، عماله اتصل بيكي عشان تيجي يعني تشوفي شقه جديده وانتي مش بتردي خالص. يا ابني انت عارف ان غصب عني السكر مبهدلني ومش مخليني اعرف اتحرك في مكان. انا مش ماشي من هنا غير لما اخدك معايا. يلا قومي البسي بقى عشان تيجي معايا يلا. يا ابني ام مصطفى جارتنا، انت عارف ان من ساعه ما عيالها اتجوزوا وهي بتاكل لوحدها، وقايله لي ان انا هروح افطر معاها النهارده. انت عارف النهارده اول يوم رمضان. يا ست الكل مفيش مشكله، اقعدي عندي يومين وبعد كده ارجع لها. انا قلت خلاص مش همشي غير لما اخدك معايا. خلاص يا ابني تمام، هقوم البس واجي على طول، بس اروح للست الاول اعتذر لها يعني عشان تفطر هي، وبعدها رحنا الشقه. واول ما فتحت باب الشقه، ايه ده يا مينا؟ انت متاكد يا قلب امك ان احنا دخلنا شقتك ولا ايه؟ ايه زينه رمضان دي؟ وايه الاغنيه دي؟ رمضان جانا وحوي يا وحوي. متاكد ان دي شقتك يا ابني؟ مش عارف يا امي، ايوه دي شقتي، بس انا مستغرب ايه الحاجات الغريبه دي. استني كده لما انده على مراتي. يا كريستينا، كريستينا انت فين يا بنتي؟ كريستينا خرجت من المطبخ. اهلا بيك يا حماتي، نورتينا. تعالى يا مينا، رمضان كريم يجعله سعيد علينا وعليكم يا رب. ماشي يا كريستينا، ان شاء الله يجعل رمضان سعيد على الناس كلها، بس احنا مالنا، احنا مسيحيين ورمضان ده بتاع المسلمين وبس. هو انت بقى كنت واخده مني فلوس الصبح عشان تنزلي تجيبي الحاجات اللي انت جايباها دي؟ يا حبيبتي هما اللي بيعملوا كده مش احنا. لا انا كده ازعل منك، رمضان بتاع كل الناس يا حبيبي، دي حاجه وطنيه. وبعدين انا بحب جارتي مسلمه قوي وهي بتحبني، وبصراحه اجواء رمضان عجبتني، قمت عاملاها في شقتي، واغاني رمضان كمان بتفتح القلب كده. طيب يا كريستينا الله يخليكي يا حبيبتي، اديني بق ميه، السلم بتاعكم عالي قوي وعقبال ما طلعت هتشت. ومعلش هاتي لي اي لقمه كده كلها عشان خاطر يعني اخد علاج السكر. لا يا حماتي ما ينفعش، لسه الاذان ما اذنش. اوعدك اول ما اذان المغرب ياذن هجيب لك تشربي وتاكلي كمان. ده انا النهارده عامله لكم بقى الفطار رسمي زي المسلمين. البيوت المصريه كلها بتعمل اول يوم رمضان محشي وبط. هو فيها يا ماما؟ يا كريستينا حبيبتي احنا مسيحيين والله، احنا مش مسلمين. يعني المسلمين ليهم صيامهم واحنا لينا صيام تاني. هاتي لامي بق ميه تشرب، حرام عليكي. يا حبيبي دي اسمها وحده وطنيه، وسيبني بقى يا دوبك الحق. انا بعمل قطايف بالسوداني والفستق عشان ادي لجارتي ساره طبق قطايف تبلي برقها بعد الفطار. خلاص يا مينا يا ابني سيبها، ده شعور جميل من كريستينا انها تشارك اخواتنا المسلمين في صيامهم. برافو عليكي يا كريستينا حبيبتي يا حماتي، ربنا يخليكي لينا يا رب، انت اللي دايما نصفاني. هعليلك بقى التلفزيون وقولي وراهم رمضان جانا وفرحنا ليه بعد غيابه. لازم تقولي اهلا رمضان، قولوا معانا اهلا رمضان. انت مجنونه يا كريستينا، وهتفضلي طول عمرك مجنونه. يعني انت عايزه تعرفيني ان هفضل انا وامي عطشانين كده وجعانين لحد ما المغرب ياذن؟ انت عارفه ان انا باجي من شغل جعان ومش قادره اقعد من غير اكل. ايوه طبعا، وليه يعني اخواتنا المسلمين هم اللي يصوموا لوحدهم واحنا كمان هنشاركهم في الفرحه الجميله دي؟ قلت لك دي وحده وطنيه، افهم شويه. ولا رمضان بالنسبه لك كنافه وقطايف وبس؟ لا تصوم زيك زيهم. منك لله، ده انا في الشغل مش بعرف اكل عشان الناس اللي معايا. ماشي نستحمل. في بيت ساره جارتها محمد جوز ساره دخل عليها. بجد يا ساره ما لقيتش احسن ولا ادب ولا اجمل من جارتنا اللي اسمها كريستينا دي، هي وجوزها مينا. ده انا سامعه مشغله اغاني رمضان من بدري ودايما مشاركينا في كل حاجه. انا نفسي افهمها ان احنا واحد وما تكسفش مننا، ولازم نعزمها مره عندنا في رمضان. بجد يا محمد والله ده احسن تفكير، انا كنت بفكر في كده برضو، بس خفت الاحسنيه تكسفني او ما ترضاش تيجي. لا ما اظنش ان هي تكسفك، كريستينا ومينا جوزها ناس ذوق جدا ومحترمين. ايوه فعلا، ده انا حتى بعمل صينيه كنافه اهو عشان ابعت لها طبق بعد الفطار. انا والله مش عارفه اودي جمالها فين، هي كويسه معايا قوي، دي طول الليل جايه تروق معايا الشقه عشان خاطر النهارده ما تعبش في اي حاجه وانا صايمه. يعني بجد ست جدعه جدا. الجيره مش بديانه، الجيره بالمحبه، وهم اثبتوا لنا بقى ان هم بيحبونا، وفي الزمن ده صعب تلاقي اخ كويس. عندك حق والله يا محمد. المهم بقى يا حبيبي ادخل انت صلي واقعد بقى اقرا قران شويه عقبال ما اخلص الفطار والمغرب ياذن. في بيت مينا كانوا قاعدين على السفره. يلا يا مينا صب العصير، وعندك شفشق البلح حط لي منه كوبايه عشان بحب قوي اشربه قبل الفطار. انت كمان عامله عصير وبله البلح؟ ربنا يكتر من امثالك يا ستي. اديني اهو صبيت العصير، هاتي بقى الاكل وتعالي انا جعان قوي. تعالي يا مارينا حطي الاكل مع بابا، وانت يا مينا تعالى خد البطايه ديت عشان سخنه عليا قوي. وبعد ما كريستينا ومينا
حطوا كل الاكل، ولسه مينا هيمد ايده عشان ياكل مبطه اللي شكلها يجنن قوي. ايه ده، انت بتعمل ايه؟ مش هتاكل اي حاجه غير لما المغرب يأذن. حاضر يا كريستينا حاضر، معلش يا امي حقك عليا، اصل انا مراتي اتجننت على كبر. لا ابدا يا مينا، كريستينا جميله وانا حابه اللي هي بتعمله قوي. حبيبتي يا حماتي، اهو يا مينا المغرب أذن، يلا اتفضلوا بقى افطروا. صومه مقبولا يا استاذه كريستينا، هاتي لي بقى الفرخه مشويه دي عشان بطني بتصوصو. وبعد ما خلصوا اكل كريستينا قامت. بقول لك ايه يا مينا، انا رايحه بطبق القطايف الجميل ده، هديه لساره جارتي، وبالمره اقول لها كل سنه وانت طيبه عشان رمضان. طيب مفيش طبق لينا عشان خاطرنا؟ ده شكله حلو قوي. في جوه طبعا، بس هودي الاول لساره الطبق وهاجي اعمل لك طبق على طول. كريستينا راحت تخبط على ساره. كل سنه وانت طيبه يا ساره حبيبتي، ربنا يجعل رمضان سعيد علينا وعليكي. خدي بقى طبق القطايف ده، انا عاملاه لك بايديا الاتنين، الف هنا ويا رب يعجبك. حبيبتي يا كريستينا ربنا يخليكي ليا، ليه تعبتي نفسك بس؟ ولا تعب ولا اي حاجه، اهم حاجه ان احنا نبقى اخوات واصحاب. ما تعرفش انا فرحانه طول النهار ازاي، يا رب بس الاكل يعجبك. طبعا يا قلبي، ده انت احلى جاره واجمل جاره واحلى صاحبه في الدنيا، ربنا يخليكي ليا. بس بصي، انا والله كنت عامله صينيه كنافه عشان اجيب لك منها طبق، وكنت جايه لك، بس انت بقى اللي دايما سابقه بالخير. استني بقى هجيب لك طبق كنافه. ربنا يخليكي ليا يا ساره، تعبتي نفسك ليه بس؟ تسلم ايدك يا حبيبتي. وبعديها كريستينا اخدت طبق كنافه وروحت على شقتها على طول. بعد ما كريستينا دخلت شقتها ومينا شاف طبق الكنافه في ايديها. ايه ده، مش انتي كنتي داخله بطبق قطايف؟ ايه اللي جاب طبق الكنافه ده في ايدك؟ يا ابني قلت لك ان شهر رمضان ده شهر الخير كله، يعني كل الجيران بيهدوا بعض بالحلويات. انا دخلت لها طبق قطايف، حلفت عليا بقى تديني طبق كنافه، يبقى انا كده لازم اودي لها بكره بقى طبق واحط لها في الطبق بسبوسه بالقشطه. طب وبالنسبه لجوزك حبيبك كريستينا، ملوش من الحب جانب ولا ايه؟ طب اي طبق، اي حاجه، حته كنافه حتى تنزل في بق الغلبان الجعان ده. برافو عليكي يا كريستينا ان انت كويسه قوي كده مع جيرانك، وجيرانك بيحبوكي. انا فرحانه بيكي قوي والله، لولا ام مصطفى كنت قعدت عندكم طول شهر رمضان، بس الست ما تقدرش تستغنى عني. حبيبتي يا حماتي، انا بقول انا طالعه برضو ليكي عشان انت كمان حنينه. امال يا بنتي، دي عشره عمر، دي معايا من زمان قوي، وعيالها يا عيني بيسيبوها تفطر لوحدها، فبروح افطر معاها. ربنا يكرمك وتكوني زي كده. حبيبتي يا حماتي، وعشان الكلمتين حلوين دول انا داخله اعمل لك احلى طبق كنافه يستاهل بقك. وانت كمان يا مينا هعمل لك طبق كنافه وقطايف كمان يا سيدي. وانا كمان يا ماما بحب اكل طنصره قوي، بيكون طعمه كله جميل، ممكن تحطي لي حته كنافه بتاعه طنصره؟ حاضر يا قلبي، ثواني والحلويات تكون عندكم. وخلص اليوم، والتاني يوم مينا صحي من النوم ولقى المطبخ والسفره مليانين اكل كتير وعايز يتطبخ. ايه اللي انت عاملاه ده يا كريستينا؟ انت عازمه حد النهارده ولا ايه؟ ايه كميه الاكل الرهيبه دي؟ هو في جيش جاي ياكل عندنا ولا ايه؟ ثواني يا مينا، هرد بس على الراجل اللي في الشارع وهكلمك وافهمك انا بعمل ايه. كريستينا بصت من الشباك. ايوه يا ريس، الله ينور عليك، هات بقى اليافطه كده، ايوه شاطر، اكتب عليها بقى مائده اولاد جرجس، وكل سنه وانت طيب، واعزم كل الشارع، كل اخواتنا المسلمين النهارده هياكلوا احلى اكل من مائده اولاد جرجس. يلا شويه كده هقولك تعمل ايه تاني. وبعدها كريستينا دخلت من الشباك. ايوه يا مينا، كنت بتسالني على ايه بقى؟ هو انت بتعملي ايه يا كريستينا؟ اوعي يكون اللي في بالي. ايوه يا مينا، هو اللي في بالك، انا بعمل مائده رحمن في رمضان ومسميها مائده اولاد جرجس، وكل اخواتنا النهارده هيقعدوا يفطروا معانا، وانا عامله احلى اكل ليهم. قلت لك دي واحده وطنيه، ولما ننزل ناكل كده في الشارع النهارده هيبقى احساس حلو قوي يا حبيبي. يا ستي ماشي، اعملي مائده رحمن، كل ده على عيني وراسي، لكن انت ليه مسميها اولاد جرجس بدل ما هي من فلوسي؟ ليه مش مسميها اولاد مينا؟ مسميها على اسم ابوك ليه ان شاء الله؟ لا يا حبيبي، انا مسميها على اسم ابويا عشان ابويا حبيبي معلمني ان هو يعمل كده كل رمضان مع اخواتنا وجيراننا المسلمين، لكن انت بقى قعدت تتريق عليا، فعشان كده سميتها على اسم ابويا حبيبي. وبعديها الباب خبط ومينا راح فتح ولقى ساره جارته. ازيك يا مينا، كل سنه وانت طيب. امال فين كريستينا؟ انا جايه عشان اساعدها في الاكل بتاع مائده الرحمن. بجد والله العظيم ما تعرفش انا فرحانه ازاي ان هي عملت حاجه زي كده، دي حتى شجعتني عشان اعمل كده معاها. تعالي يا ساره يا حبيبتي، انا كنت هنده عليكي اصلا، لاني طبعا ما كنتش هعرف اعمل كميه الاكل دي كلها لوحدي. وبقول لك ايه، انت هتنزلي انت ومحمد جوزك تحت عشان تفطروا معانا، سامعه ولا لا؟ طبعا يا قلبي، ومش انا ومحمد جوزي بس، كل البيت وكل الشارع، بجد انت ونعمه الاخت كريستينا. وكريستينا وساره عملوا كل الاكل وجهزوه نزلوه على مائده الرحمن ورصوها رصه حلوه قوي، وكل الجيران المسلمين والمسيحيين جم على المائده وقعدوا واستنوا الاذان، وكان شعوره احساس حلو قوي ان كل الاخوات متجمعين في وقت واحد ومستنيين اذان المغرب عشان يبداوا ياكلوا. واول ما الاذان اذن كريستينا قامت وقفت فوق الكرسي. كل سنه وانتم طيبين ورمضان سعيد علينا وعليكم يا رب. ومش عايزه اي حد يقوم من على المائده جعان، اللي يخلص يقول لي وانا هجيب له كمان طبق عشان ياكل ويشبع. ويلا كلوا، الف هنا على قلبكم، الاذان اذن اهو، صوما مقبولا وافطارا شهيا. بجد يا اختي اللي اسمها كريستينا ديت هي وجوزها مينا ونعمه الناس ونعمه جيره، ناس محترمه فعلا، من ساعه ما جم الشارع هنا وما شفناش منهم غير كل الاحترام. دي كريستينا دي حته سكاره، ده كل الشارع بيحبها، دي طيبه جدا، ومينا جوزها هو كمان طيب ومحترم، واحنا جيره وعشره من زمان وعمرنا ما شفنا منهم اي حاجه وحشه.
وانت يا ساره جارتها، والنبي يا بختك يا اختي بيها، دي جاره مسكره كده. على فكره كريستينا دي مش جارتي، دي اختي. دايما لما بكون تعبانه هي اللي بتخبط عليا الباب، ولما بكون مش قادره انزل السوق هي اللي بتجيب لي كل طلباتي. دي اكتر من اختي كمان. اول لما لقيت مرات ابني عامله مائده رحمن قلت لازم اجيبك تفطري معانا هنا. مش عارفه اشكرك ازاي يا حبيبتي. وبعدها كل الناس فطروا وقاموا من على المائده، كانوا مبسوطين وفرحانين قوي من جمال الاكل وطعمه. ومينا كان فرحان جدا ان كريستينا عملت المائده الجميله دي، وان في كميه ناس بتحبها وبتحبه قوي كده، لانهم كانوا في حالهم. فكان عارف ان محدش عارفه، وطلع كل الناس عارفاه بسبب ادبه واحترامه وذوقه مع الناس هو ومراته. وبعدها كل واحد روح بيته، وكريستينا بعد ما لمت كل المائده طلعت على شقتها هلكانه جدا وتعبانه وعايزه تنام. انت رايحه فين يا كريستينا؟ معقوله تخشي تنامي؟ امال مين بقى اللي هيحضر السحور؟ هو انت مش كنت بتتريق عليا من يومين؟ جاي دلوقتي بتتكلم بجد؟ بس اقول لك حاجه، انا والله ما قادره، هلكانه قوي يا مينا. هنام ساعتين وعلى الساعه 1 بالليل كده هقوم احضر لك السحور ونتسحر انا وانت. لا يا ستي خلاص، خشي نامي انت، وانا على الساعه 1 بالليل كده هقوم انا احضر السحور واصحيكي عشان تسحري. انا عارف ان انت تعبتي قوي النهارده في مائده الرحمن. وتاني يوم مينا رجع من الشغل. بص انا جعان قوي وعطشان جدا، لكن بصراحه بقى حبيت حكايه الصوم دي. اول ما المغرب يأذن صحينا عشان اكل واشرب. من عيني الاتنين يا حبيبي. ايه ده؟ الباب بيخبط. معلش يا مينا افتح شوف مين. مينا فتح الباب وكانت ساره وهاجر وكمان ابتسام جيران كريستينا، وجايين عشان يعملوا معاها الكحك والبسكوت بتوع العيد. ازيك يا استاذ مينا؟ كل سنه وحضرتك طيب. احنا جايين عشان نعمل مع كريستينا الكحك والبسكوت بتوع العيد. لو مش فاضيين خلاص خلي كريستينا تحود علينا ونعمله في شقتنا. لا طبعا، ازاي تقولي كده؟ ده انتوا نورتونا، اتفضلوا. معلش يا استاذ مينا ان احنا يعني ضايقناكم، بس بصراحه بتكون فرحه قوي وبنحب كلنا كده لما نتجمع مع بعض ونعمل مع بعض كل حاجه. هي فعلا فرحه حلوه قوي، وبصراحه انا بحب الكحك والبسكوت جدا. ده انا هستنى بفارغ الصبر لحد ما يستوي عشان اقعد اكل منه لحد ما اشبع. يا حبايبي انتوا جيتوا، تعالوا يلا. ده انا عندي بقى ماكينه البسكوت تحت السرير تحفه، بتعملوه في ثواني. هطلعها واغسلها. وانت يا هاجر جبتي معاكي منقاش الكحك؟ اصل عندي البت مارينا ضيعته. ما تخافيش يا كريستينا، جبت معايا 4 مناقيش عشان نعمل براحتنا. وفعلا كل الجيران قعدوا مع كريستينا وعملوا الكحك والبسكوت وعملوا اشكال جميله قوي. وهما بيسووه كانت ريحه البسكوت تجنن، وكان مينا مش قادر يصبر وعايز يدوق باي طريقه، بس مستني لما يستوي. بصي بقى يا كريستينا، احنا عملنا في شقتك الكحك والبسكوت، وان شاء الله بكره في شقه هاجر هنعمل بيتي فور والغرابه. ابقي تعالي بقى اطلعي عشان نعملهم مع بعض، عشان ما ينفعش نبهدل شقه واحده فينا، فلازم نعمل كل حاجه في شقه حد عشان الناس كلها تعبانه. والله يا جماعه انتوا عاملين فرق، مش عارفه ليه، ما عادي جدا. شقتي هي شقتكم، وبعدين ده كلها اسبوع وهنغسل سجاد الشقه كلها والحيطان كمان عشان خاطر العيد. لا يا كريستينا كفايه كده على شقتك يا حبيبتي عشان ما تتبهدلش. وبصراحه ماكينه البسكوت بتاعتك النهارده انجزتنا جدا، من غيرها ما كناش هنعرف نعمل احلى واجمل بسكوت بالطريقه دي. كل سنه وانتوا طيبين يا حبايبي، واحنا اخوات، وحاجتي هي حاجتكم بالظبط. وبعدها كل جيرانها مشوا وهي قاعده تحضر الفطار، واول ما المغرب اذن فطروا هي ومينا ومارينا. وتاني يوم مينا راجع من الشغل. كويس انك جيت من الشغل يا مينا، عماله ارن عليك وانت ما بتردش عليا. خير يا كريستينا، عايزه ايه؟ عايزه فلوس عشان انزل اجيب عبايه عشان صلاه العيد. نعم يا اختي. لا ده انت كده بقى رخمه قوي وزودتيها جدا، ما ترخميش عليهم في عيدهم. فيا كريستينا سيبيهم براحتهم. في الوقت ده باب شقه كريستينا كان مفتوح، وساره كانت سامعه مينا ودخلت وعاتبت عليه. اللي انت بتقوله ده يا استاذ مينا، ده العيد ما يبقاش عيد غير لما كريستينا حبيبتي تنزل وتصلي معايا صلاه العيد. انت فاهم غلط، احنا اخوات وهنفضل طول عمرنا اخوات وحبايب. وتفضل اديها فلوس بقى عشان تنزل تجيب عبايه وتجيب لبس العيد. ربنا يخليكي ليا يا ساره يا حبيبتي، سامع كلام مسكر مش زي كلامك الدبش يا مينا. خلاص يا ستي حقك عليا، ادي الفلوس اهي، انزلي يا ستي اشتري لبس العيد ليكي ومارينا كمان، وهاتي عبايه صلاه العيد اللي انت عايزاها دي. ايوه كده، انت بقى كده هتبقى حبيبي وروح قلبي كمان. خلاص يا ساره، كده بعد الفطار على طول هحود عليكي وننزل نجيب لبس العيد على طول. ماشي يا حبيبه قلبي، كل سنه وانت طيبه ويجعلوا عيد سعيد علينا وعليكم يا رب. وبعديها ساره دخلت شقتها. ماما انا عايزه انزل العب مع اصحابي. لا يا مارينا بلاش تنزلي الشارع دلوقتي، اصبري بعد الفطار يا حبيبتي، كل العيال قاعده في شققهم ومحدش في الشارع. لا عشان خاطري يا ماما سيبني انزل شويه، انا اتخنقت من قعده الشقه قوي وعايزه العب مع اصحابي اللي في الشارع. خلاص يا مارينا انزلي شويه صغيرين واطلعي من غير حتى بنده عليكي، تطلعي لوحدك ماشي؟ هي حاضر يا ماما هطلع على طول، هما شويه صغنطاطين قد النمله وهطلع على طول. وبعديها مارينا نزلت تلعب مع اصحابها، وهي بتلعب معاهم وعماله تجري فوقعت على الارض ودماغها اتعورت، والاسطى مصطفى اخدوها وجريوا بيها الصيدليه. ولما ساره شافتها من بلكونه من غير ما تقول لكريستينا نزلت جري عشان تلحق مارينا. وبعدها طلعوا على شقه كريستينا. كريستينا يا بنتي ازيك، عامله ايه؟ الف سلامه على بنتك، وقعت في الشارع واحنا الحمد لله لحقناها، جرينا بيها على الصيدليه، فما تقلقيش يا حبيبتي، ورمضان كريم وكل سنه وانت طيبه. مينا خرج من الاوضه. ربنا يخليك يا عم مصطفى، تسلم يا عم محمد، من غيركم والله يا بنتي كان دمها سايح، الله يخليكم. ما تقولش كده يا ابني، احنا اهلك يا حبيبي، وانت وكريستينا
وانتوا عيالنا، ده احنا عشرة من كام سنه. وكمان ساره جارتكم كانت جريت على البنت مارينا، خدتها الصيدليه لانها كانت مخضوضه عليها. عايزين اي حاجه؟ يلا سلام عليكم. ساره دخلت شقه كريستينا. كريستينا حبيبتي اوعي تخافي، مارينا كويسه، انا رحت جبت لها العلاج وجبت لها عصير. خدي يا مارينا اشربي عشان الدم اللي نزل منك عشان تعوضيه يا حبيبتي، والف سلامه عليكي. انا اول ما شفتها من بلكونه دمها سايح جريت عليها ونزلت على طول، واسفه ما رضيتش اخبط عليكي عشان ما تخضيش. ربنا يخليكي ليا يا حبيبتي يا ساره، ما تحرمش منكم ابدا، والله انتوا فعلا اهلي، انا ماليش غيركم في الدنيا. ما تقوليش كده يا حبيبتي، كلنا اخوات وانتي دايما سابقه بالخير وعامله الخير مع الناس كلها. يلا بقى قومي يا مارينا اشربي العصير وبطلي دلع عشان بابا وماما مخضوضين عليكي قوي. وبعديها ساره مشيت وراحت على شقتها على طول. الحمد لله يا مارينا ان طنط ساره وعم محمد وعم مصطفى لحقوكي، هما فعلا ناس محترمين جدا، ربنا يديم المحبه والمعروف ما بيننا. والمغرب اذن وكله قعد يفطر، وجي اخر اسبوع في رمضان وكريستينا نزلت مع ساره عشان تجيب لبس العيد هي ومارينا، وكانت اجواء جميله قوي وهم عمالين يشتروا ويضحكوا مع بعض ويمشوا في الشارع ويغنوا اغاني رمضان، وبعديها روحوا البيت. وبعد اسبوع كريستينا وكل البيوت عمالين يغسلوا في السجاد ويغسلوا الحيطان ويحضروا شقتهم للعيد، وطبعا كل يوم عمالين يحودوا على بعض طبق كنافه، طبق بسبوسه، طبق قطايف. ومنها من ساعه ما عاش الاجواء الرمضانيه الجميله دي، وهو قال لكريستينا ان كل سنه يستنى رمضان بفارغ الصبر عشان يشوف الحاجات الجميله دي تاني. وجت ليله الوقفه وكريستينا وساره بقوا عمالين ينفخوا البلالين ويرموها في الشارع العيال عشان يبسطوا بليله العيد. وفي يوم صلاه العيد ساره حودت على شقه كريستينا. ايه يا كريستينا انت لسه نايمه؟ لا ما تهزريش، قومي يلا البسي العبايه وتعالي عشان ننزل ونفرح في الشارع. ثواني وهجهز. يلا يا مينا البس، ويلا يا مارينا هات يا مينا معاك البلالين وهات التوفي عشان نفرح العيال في الشارع وعلى المائده. وطبعا كلهم نزلوا الشارع عشان يحتفلوا بصلاه العيد، ومينا كان نازل مكسوف قوي لحد ما عم مصطفى وعم محمد جم عليه، وعم مصطفى قال النور ده يا مينا، ده هيبقى احلى عيد في الدنيا. تعالى يا حبيبي اشرب معانا كوبايه القهوه وسيب كريستينا مع ساره يتفسحوا مع بعض. كريستينا وساره بقوا ماشيين في الشارع فرحانين بالعيد وعمالين يفرقوا زينه وبلالين وكمان التوفي والهدايا اللي هما جابوها، وكله بقى عمال يضحك في وش التاني. وكانت ليله حلوه قوي. وبعدها كريستينا من كتر التعب راحت لمينا. يلا بينا يا مينا يلا نطلع، انا منمتش من امبارح وبصراحه كان يوم حلو قوي، تعالى بقى نطلع ننام عشان نروح لحماتي بعد الظهر. حاضر يا كريستينا، كل سنه وانت طيبه يا حبيبتي، ويجعله عيد سعيد علينا كلنا يا رب. يلا بينا نطلع. حبيبي يا مينا ربنا يخليك ليا يا رب ويخليك لمارينا، ودايما تجيب لنا الخير كله معاك. ايه رايك بقى في اجواء رمضان والعيد والناس؟ كل حاجه جميله صح؟ فعلا والله يا كريستينا، الجيران هم اهالينا التانيين ولازم نخلي بالنا من جيراننا، احنا اخوات مهما كانت ديانتنا ايه، احنا برضو اخوات في الله، ربنا يديم محبه بين اخواتنا يا رب. ولحد هنا خلص